Hallo und willkommen alle zusammen meine Schüler und Schülerinnen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة طلاب اللغة الألمانية على منصة بسطتها لك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أولى وتانية وتالتة ثانوي. أتشرف بحضراتكم، مع حضراتكم هيرا أحمد الشرقاوي في عام 2026 إن شاء الله، ودفعة 26 إن شاء الله تكون سنة خير، سنة الخير على كل الطلاب معانا بإذن الله. أولًا طبعًا أول حاجة أنا باحب أشكر الدفعة اللي فاتت، دفعة 2025 اللي بفضل الله ثم بفضل مجهودهم معانا إن شاء الله، وطبعًا ثم بفضل منصة بسطتها لك اللي إحنا أو يعني متأسسين معاها بادئين معاها من الصفر، وهي بيتنا الأساسي اللي إحنا متعودين نشتغل فيه على طول إن شاء الله. كنا الحمد لله صحاب السبق يعني السنة اللي فاتت في 2025 على منصات اليوتيوب كلها، وكنا الترند يعني رقم 1 على المنصات كلها في المراجعات تالتة ثانوي وتانية ثانوي وأولى ثانوي. كنا الحمد لله أعلى تصنيف موجود على اليوتيوب، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل الشغل هنا على منصة بسطتها لك والدعم الفني اللي موجود معانا. طبعًا بيدعمونا أول بأول. بعد ما خلصنا 2025 وكنا الأول الحمد لله بفضل الله، داخلين بقى على 2026 بشغل جديد. طبعًا كل سنة بنحضّر، بنجهّز للناس عشان برضه نحافظ على الاستمرارية وعلى التقدُّم ونكون الأول دايمًا بفضل الله. طيب، في 2026 الخطة هتمشي إزاي يا جماعة؟ سواء أولى أو تانية أو تالتة، طبعًا المحاضرة ديّة معمولة لتانية وتالتة. طب أولى ثانوي، أولى ثانوي عاملين لها البدايات خالص، بداية المحاضرة بتاعتهم اللي هي كيف تتعلم نطق اللغة الألمانية، أو تعلم نطق اللغة الألمانية مع هيرا أحمد الشرقاوي. دي هتنزل محاضرة إن شاء الله على اليوتيوب مجانًا إن شاء الله، وعلى منصة بسطتها لك طبعًا هتتفتح مجانًا لكل الطلاب هدية مننا. يتعرّفوا طبعًا هتنزل محاضرتين، يعرف إزاي ينطق ألماني، يبدأ يبقى سَلِس في اللغة، عشان يعرف wie kann ich auch die deutsche Sprache aussprechen، إزاي أعرف أتكلّم اللغة الألمانية وأبقى fließend في اللغة، إزاي أبقى طلِق يعني أو لساني طليق في اللغة الألمانية. أبدأ واحدة، واحدة أدرّب لساني على مخرج الحرف ونطق الحرف ده بيتنطق إزاي، الR بتتنطق إزاي، بتتنطق إزاي، وهابدأ بقى أشتغل. مش عايز أطوّل عليكم. تعلُّم النطق في اللغة الألمانية ده لأولى ثانوي، الناس اللي لسه طالعين أولى ثانوي إن شاء الله وهياخدوا اللغة الألمانية معاهم، عشان يبدأوا معانا سلسلة التقدُّم بقى في السنين والمراحل المختلفة. طب بالنسبة لتالتة وتانية، اللي عايز يتفرّج عليها يتفرّج، يعني إن شاء الله هتفيده كتير ويعرف إزاي ينطق الحروف صح، ويبدأ يقرا ألماني من محاضرتين 2، يبدأ يعرف إزاي يقرا جملة ويكوّن جملة باللغة الألمانية. بعد سلسلة تعلُّم النطق بنمشي بقى في منهج أولى ثانوي، وطبعًا الاشتراكات هتكون متاحة موجودة على منصة بسطتها لك. بالنسبة لتانية بقى وتالتة ثانوي، عاملين محاضرتين تأسيسيتين، مش هنزوّد عليك، مش عايزين ندوِش دماغك بحاجات كتير وتقعد أنت تنساها ونيجي آخر السنة نعيدها لك تاني. وأصلًا طول السنة وإحنا شغالين في منهج تانية وتالتة بنقعد نعيد الحاجات اللي مرّت عليك فوق، يعني لو أنت تالتة ثانوي بنعيد لك أولى وتانية تاني، لأن المنهج متراكم على بعضه، لمّا بتيجي قاعدة بنقول لك خلّي بالك القاعدة دي في جزء منها في أولى وتانية بنفكّرك بيها. طب لو أنت في تانية ثانوي بنقول لك برضه خلّي بالك القاعدة دي كانت عندك في أولى ثانوي بس جاية لك بتوسُّع فإحنا بنفكّرك بيها. لكن جِبنا الأساسيات اللي أنت تبني عليها، سواء أنت في تانية ثانوي أو في تالتة ثانوي. إيه هي الأساسيات؟ عاملين محاضرتين، المحاضرتين اسمهم المحاضرة التأسيسية الأولى والمحاضرة التأسيسية التانية إن شاء الله. المحاضرة التأسيسية الأولى أو الكورس التأسيسي الأول دوّة اللي نازل دوّة حضرتك هيبقى مجانًا على اليوتيوب وعلى منصة بسطتها لك لكل الطلاب إن شاء الله. المحاضرة ديّة هيتفرّج عليها تانية وتالتة مع بعض. طب بعد كده المحاضرة التانية بقى، المحاضرة التانية لتانية ثانوي هتنزل لوحدها على المنصة، والمحاضرة التانية معلش برضه لتالتة ثانوي، المحاضرة التانية برضه هتبقى لتالتة ثانوي لوحدها. يعني المحاضرة الأولى دي خاصة بالاتنين، تانية وتالتة. لكن المحاضرة التانية لكل صف بقى هتنزل لوحدهم، علشان ده ليهم منهجهم وده ليهم منهجهم. طيب بالنسبة للاشتراكات معانا بقى على منصة بسطة لك السنة دي، بالنسبة للاشتراكات حضرتك بتشترك معانا بتبعت يا إما لو عايز تستفسر ازاي تشترك على منصه بسطتها لك، بتبعت يا اما على رقم الواتساب الخاص بدعم هير احمد الشرقاوي، يا اما تتصل بالخط الساخن اللي موجود تحت دوت، ده الخاص بمنصه بسطتها لك. تفضل تتصل بالخط دوت لغايه اما كذا مره معلش لحد ما هيردوا عليك ان بيبقى عندهم ضغط شديد جدا، وتقول لهم كيفيه الاشتراك على منصه بسطتها لك، او تخش تحت اللينك بتاع الفيديو اللي معروض دلوقتي دوت. المحاضره التاسيسيه الاولى سواء كنت تانية او تالتة او اولى ثانوي او اي حاجه هينزل لك ازاي. بيبقى تحت اللينك بقى مكتوب إزاي تعرف تشترك على منصة بسطتها لك، وجايبين لك كل التفاصيل. طيب بالنسبة بقى للمذكرات اللي هنشتغل منها أو الكتب اللي هنشتغل منها السنة دي، سواء أولى أو تانية أو تالتة ثانوي، هتبعت حضرتك على رقم دعم الواتساب اللي هو الخاص بدعم هير أحمد الشرقاوي الرقم دوّة.
هتبعت عليه تقول أنا اشتركت مع حضرتك في الكورس أو في أولى ثانوي أو الصف الثاني الثانوي أو تالتة ثانوي، تعرّفنا السنة بتاعتك عشان الدعم يبعت لك الكتاب اللي تفاصيل الكتاب إزاي تشترك وإزاي نشحن لك الكتاب عن طريق الرقم دوّة، هيبعتوا لك على طول تفاصيل الشحن وتشحن على طول إن شاء الله الكتاب، ويبقى معاك المذكرة اللي هتشتغل معانا طول السنة منها. الكتاب هيكون عبارة عن شرح القواعد اللي عندك، الكتاب موجود فيه كل أسئلة من كل الكتب، مش سايبين كتاب واحد، ما بنشتغلش إحنا من كتاب واحد طول عمرنا. كل الكتب الموجودة في السوق، أهم 3، 4 كتب موجودين في السوق جايبينهم، عاملين فيهم شغل كويس جدًا إن شاء الله، مجمّعين جميع الأسئلة اللي وردت في الكتب المتشابهة طبعًا كلها سِبناها، وجِبنا الأسئلة بقى اللفة يعني تدرّجنا في أنواع الأسئلة، ومش سايبين لك حاجة في المنهج بحيث إن أنت تبقى ماشي معانا، واخد القاعدة، فهمت يا عم القاعدة والشرح من الفيديو على المنصة تمام الحمد لله وأنت مشترك معانا وفهمت معانا، تعالَ بقى حِل معانا الواجبات دي كلها وحِل الامتحانات ديّة، وحِل كمان أسئلة التقييمات اللي بتيجي الأسبوعية، ده الأولى والتانية بقى اللي هم ماشيين أسئلة التقييمات والأسبوع الأول والأسبوع التاني والحاجات اللي بتيجي كل أسبوع ديّة، الواجب المنزلي والحاجات دي كلها هننزّلها لك طبعًا أول بأول في الفيديوهات. تالتة ثانوي مذكرتها معروفة، فيها امتحانات السنين اللي فاتت كلها في الآخر، ومراجعات جميلة جدًا، ده غير إن كل درس بقى كلماته كلها أهم الكلمات اللي فيه، القاعدة مفصصينها لك، عاملين لك أسئلة يعني مش عايز أقول لك أسئلة بالإيه، يعني إن شاء الله تلِم بس حِل معانا الأسئلة دي كلها، وجايبين لك كل الأسئلة، وجايبين لك ساعات في أسئلة نقول لك دي جات في امتحان كذا، ودي جات في امتحان كذا، وخلِّ بالك وفي امتحان أو امتحانين على كل وحدة خلّصناها لك شاملة كل التفاصيل، فإن شاء الله هتبقى المذكرة مريّحاك نفسيًا، يعني تبقى فاهم الدرس كويس وبتحل معانا كويس إن شاء الله. معلش طوّلت عليكم في المقدمة، نخش بقى على الكورس التأسيسي الأول لتانية وتالتة ثانوي يتفرّجوا عليه، دوّة هينزل مجانًا مننا، هدية مننا كده طبعًا ومن منصة بسّطها لك على اليوتيوب وعلى المنصة موجود. طيب الكورس التأسيسي الأول هنبدأ بقى هنتعامل مع حضرتك إن أنت مش فاكر حاجة خالص، إن أنت لسه أول أبيض بقى، أنت لسه أبيض وعايز تتعلم لغة وعايز بقى تفهم البيرسونال بronومين الضمائر الشخصية، وعايز تبقى أنت بقى يعني فليسن في اللغة بقى يعني خلاص متمرس في اللغة وتعرف تقول أنا وأنت وهو، وبعد الضماير تبني بقى بعد كده تصريف الأفعال، وبعد تصريف الأفعال أنواع الأفعال، وتبدأ تفهم بقى وتكبر معانا في الجمل اللي هي الأساسيات اللي هتمشي معانا بيها بعد كده. أول حاجة بادئين معاك بيها بقى بعد النطق المفروض بندّيك البيرسونال بronومين الضمائر الشخصية. إزاي أفهم الضمير جوّه الجملة، أعرف إمتى أقول أنا، طب هم، طب نحن، طب أنتم، طب حضرتك، طب هي، طب هو، أعرف الضمائر دي إزاي؟ واحد يقول لي طب ما أنا أعرفها عن طريق تصريف الفعل، إيش بتاخد إيه، ودو بتاخد ST، أقول لك الله ينور أنت كده مذاكر، بس في ناس مش فاكرة الكلام ده خالص، وأنا مش محتاج دلوقتي أعرف تصريف أفعال. أنا مش هاشغّلك أفعال دلوقتي، أنا باشغّلك ضماير، عايز أعرف الضمير من غير ما أفهم الفعل. يعني أبقى أمّا أشوف الجملة كده أقول الضمير ده عايز كذا. إزاي أفهم الضمير من غير تصريف أفعال؟ هو تصريف الأفعال طبعًا هو اللي بيخلّص لي القصة، بس أنا مش عايز أدخّلك على الأفعال قبل ما تفهم الضماير. ما ينفعش أقول لك am وis وare قبل ما تعرف am دي بتيجي مع I، في حاجة اسمها I يعني أنا، وفي he وshe وit بياخدوا is، وفي you بتاخد are، لازم تبقى عارف I وhe وshe وit، ولازم تبقى عارف you الضماير الأساسية، وبعد كده تعرف معاهم الأفعال. نفس الكلام. لازم نعرف أنا وأنت ونحن، وبعد كده ناخد الأفعال معاهم، نبني عليهم تصريف الأفعال. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها بقى يا أستاذ يا أستاذة إن شاء الله مع بعض، اللي هو الضمائر الشخصية، وهنبدأ نشوف الضمير إيش، إمتى أقول إيش أنا في الجملة؟ ما حدش يقول لي الله لو لقيت فعل بالإيه، يعني لو لقيت كومي أهو، واحد يقول لي لو لقيت يا أستاذ كومي تصريف فعل كومي والّا كوميست، الله! طب أنا هاعمل إيه؟ لو لقيت كومي يبقى آخد إيش، أقول لك أنت صح، بس أنا قُلت أنا هاشتغل ضماير دلوقتي. تعالَ نشوف كده الأفكار، نفكّر برّه تصريف الأفعال، نفكّر في الضماير بس دلوقتي. أول حاجة إمتى أقول إيش؟ قال لك في الغالب لمّا تيجي لك جملة واحد بيعرّف نَفْسه، فيقول لك mein Name اسمي ist عادل، واحد بيقول لك mein Name ist عادل، اسمي بيكون عادل. طب بالله عليك واحد بيقول لك أنا اسمي عادل، نقط كوما أوس أليكس، واحد يقول لك الله كومي بالإيه؟ يبقى هاخد إيش؟ أقول له صح، أنت تصرّفت كده على الفعل على طول.
لكن واحد تاني بقى عايز يشغل دماغه، مش فاكر تصريف الافعال، فبيقول لي اسمي عادل، ينفع اقول دو انت جاي من اسكندريه، ولا المفروض اكمل اقول انا جاي من اسكندريه؟ يبقى ساعات بقول ايش ديت لما اكون بعرف نفسي، اقول ماين نامي است احمد واكمل وابني على الجمله، فاقول ايش كوما او كذا، ايش بخش كذا، ايش بخش ein bisschen انا بتكلم الماني قليل مثلا، بتكلم الماني كويس، ايش كوما اوس جبت ان انا جاي من مصر، إيه مثلا ich habe 3 Kinder انا عندي 3 اولاد und ich bin verheiratet انا متجوز، وابدا بقى اتكلم واعرف نفسي ايش يعني انا. طب امتى انا اقول ايش انا؟ قال لك لما يجيب لك في السؤال دو دي يعني انت، فيجي يقول لك فاست لينست تو، فاست لينست تو ماذا تتعلم انت؟ الله، ده جاب في السؤال دو، يبقى جاوب بالله عليك في الاجابه بايه؟ واحد بيقول لك انت، اقول له انت ولا جاوب بقى انا؟ ما انت احنا عارفين اصلا في الانجليزي لما واحد يقول لك يو هتقول اي، يبقى لما يقول لك دو انت يبقى انت لازم تجاوب بايش اللي هي انا. دول الطريقتين اللي انت لازم تعرفهم عن ايش، انت تقول ايش انا لو سال بدو، تجيب ايش لو سال واحد بيعرف نفسه فهيكمل الجمله فهيقول ايش انا. ده كمان ممكن يقول لك بدل دو ممكن يجيب زي حضرتك. طب افرض واحد قال لك فاست ليرنين زي، ماذا تتعلم حضرتك؟ بدل ليرنست قال لك ليرنين زي، فاست ليرنين زي ماذا تتعلم حضرتك؟ طب ما برضه لو دو انت او زي الكبيره اللي هي بمعنى حضرتك دي بتيجي كبيره كده، قوس بتيجي كبيره في وسط الكلام كابيتال كده، الاس بتاعتها بتيجي كبيره كده، يبقى دي زي حضرتك الاحترام. اول ما يقول لك زي برضه تجاوب بايش انا. ما ينفعش اقول له ماذا تتعلم حضرتك، هيقول لي حضرتي بتعلم ايه، حضرتي دي هتقول انا بتعلم كذا. يبقى دو او زي في السؤال، زي الكبيره اللي هي بمعنى الاحترام حضرتك تجاوب عليهم، او حضرتك تجاوب عليهم بايش انا. خلص اول ضمير ايش انا. معلش احنا بدأنا نجري شويه عشان احنا مضغوطين في المحاضره التأسيسيه، جزء كبير عايزين نخلصه، وبعد كده نبدأ بعد كده بقى نفصص معاك المنهج بقى، نخصصك بقى تانية تخش في التخصص بتاعك بقى، خد منهجك تالتة، خد منهجك بقى طول السنة ان شاء الله، وامشي معانا في الامتحانات والمذكرة اللي هتشتغل معانا منها ان شاء الله. الضمير التاني عندنا دو اللي هو بمعنى انت. امتى اقول انت او انت في الجملة؟ قال لك يا سلام لما اجيب اسمك انادي عليك، اقول لك يا عادل، يا ندى، والله بس ما قلتش انا يا استاذ عادل، لو قلت يا استاذ عادل مش هقول انت، هقول حضرتك. لو جبت لقب قبل كلمه عادل، استاذ عادل، يا عم ما فيش هنا يا عم، ولا انا قلت يا عادل بس، يا علي بس، يعني عايز تقول ايه هي؟ عايز اقول لك لو جاب الاسم وراه كومه كده او قبليه كومه. طب امتى الكومه تيجي قبل الاسم؟ لو الاسم ده جه في اخر الجمله. يعني لما اجي اقول لك woher من اين كومست، واحد يقول لي الله طب ما الفعل بالاس تي اهو هي، واحنا والله انت صح تصريف افعال، بس انا لسه ما دخلتش في تصريف الافعال. وهي كومست نقط وعمل كومه وقال يا علي او يا عادل، اشوف الكومه جت قبل الاسم، كده معناها اني بنادي عليه. الكومه دي معناها اني بنادي على الاسم، كاني بقول يا، الكومه دي كاني بقول يا علي يا عادل يا ندى كده طب افرض بدل وهي كومست نقط علي او ندى اللي انا ماسك فيهم الاسمين الخفاف دولت، خلاص وعملت كوما برضو، الكوما جت قبليها عشان جت في الاخر. طب افرض عكست، افرض بدات بعلي، اجيب الكوما قبليها ولا بعديها بقى؟ ده هو اول حاجه لازم الكوما تيجي بعديها، لكن في الاخر الكوما تيجي قبليها. المهم الكوما دي لازقه في الاسم، سواء قبليه في الاخر او سواء بعديه في الاول. علي او هنا جاب اسمين اهم وراح عمل كوما، خلصت. يبقى هنا برضو بنادي عليه، يبقى انا كده هستخدم ايه؟ استخدم زي حضرتك ولا حضرتك؟ لا والله ما قالش يا لقب، ما قالش يا استاذ علي يا استاذه، ما قال ده قال يا علي بس من غير القاب، يا ندى بس. يبقى ساعتها تجيب انت woher kommst du، من اين تاتي انت او انت يا علي او ندى او كده. طيب اهو نفس الكلام عادل وندى مثال. علي في الاول اهي كوما، woher kommst يبقى خلاص دو عشان في اس تي وعشان في اسم وراه كوما. طب ich bin aus كايرو، ich bin aus كايرو انا من القاهره، ماشي. ده بص الطريقه الثانيه بقى، واحد بيعرف نفسه ich bin aus كايرو انا من القاهره نقط، وعايز يقول نقط، وانا كمان واحد بيقول لك انا من القاهره وانا ولا وانت بقى، اتنين بيتعرفوا على بعض، فدي صيغه برضو ممكن تقول وتعكس انت بقى، انا من القاهره ايه. طب لو في زي واحد يقول لي وحضرتك، طب انا ممكن اخد زي دي زي دي يا استاذ تبقى بمعنى حضرتك، اقول لك انت عبيط، الاس هنا صغيره اللي مش معناها حضرتك، زي الصغيره دي ليها معنيين، يا اما هي يا اما هم الجمع. ايه ده؟ امال انت تبقى حضرتك وحضرتك لو كبيره كده، يبقى دي مش هتنفع. يبقى هنا اللي ينفع انا من القاهره دو، وانت عكس انا مش حضرتك، دي مش حضرتك، وانت بقى دو. تمام كده يا جماعه؟ دول الصيغتين اللي عرفنا فيهم امتى نستخدم دو، واهم صيغه لما يجيب اسم شخص من غير لقب ويروح حاطط كوما قبليه او بعديه، يبقى تستخدم دو.
نيجي للضمير الثالث. انا كل ده شغال في ضمير المفرد، انا، انت. الضمير الثالث 3 حاجات زي بالانجليزي هي وشي وإت. عندنا في الالماني اير اللي بمعنى هو زي هي، هو، تمام. وعندنا ضمير تاني اسمه اس، اهو ده زي إت تقريبا، بس إت في الانجليزي بيجي مع غير العاقل، لكن اس في الالماني يجي مع عاقل وغير عاقل. ماشي. ايه تاني؟ وزي هي شبه شي اللي هي بمعنى هي، اهو ده ضمير واحد، هي وشي وإت. عندنا في الالماني اسمه بقى اير واس وزي. اير هنطلق مصر كده تحت بالسلم، اير باين لك الار، بس الار لو ما جاش وراها حاجه في الالماني ليها كذا نقطه. لو ما جاش وراها حاجه او جه وراها حرف ساكن ما تنطقهاش. تاني، الار لو جه وراها حرف ساكن، أو معلش يعني حاول تضغمها تنطقها عين صغيره كده، اير، او مثلا او جه وراها ساكن او ما جاش وراها حاجه خلاص، او شيلها خالص. طيب اير يعني هو. امتى اقول هو بقى؟ لو ولد مذكر، ها ينفع اقول ندى اقول هو؟ لا، لازم اقول عادل، علي، احمد، يبقى هو. بس في كومه لا، لو في كومه كنت بنادي عليه اقول له يا عادل انت، لكن لو ما فيش كومه جاب لي عادل يبقى هو. واحد يقول لك طب ايه يا استاذ ده انت غلطان، ده في هير عادل، وهير عادل دي يعني حضرتك، عشان في هير وحضرتك هير ديت يعني السيد استاذ عادل. إيه ده؟ واحد يقول لك كده، يا استاذ انت عبيط. مش كل ما تشوف يا ابني هير عادل او تشوف فراو، واحد يقول لي هير عادل او فراو او فراو كذا، فراو ندى، ما دام جاب فراو او هير يبقى حضرتك وحضرتك، اي هير او فراو يبقى حضرتك. اقول لك انت عبيط. اللي فهمك كده غلطك او ضيعك ليه، او توهك. لان انت تبقى هير عادل دي تبقى حضرتك، وفراو ندى تبقى حضرتك لو في كومه قبليهم او بعديهم. لكن لو ما فيش كومه يبقى مش موجودين معانا. ما حدش يقول لي هير عادل هنا دي معناها حضرتك. عادل ما فيش كومه يعني هو. طب هير عادل وما فيش كومه برضه هو، لان هير عادل مش موجود معانا. امال انت تبقى حضرتك لو في كومه وانا بنادي عليه اقول له يا هير عادل، الكومه دي كده بقى يبقى دي كده معناها حضرتك. اقول له بقى فوهير كومين زي، من اين تاتي حضرتك يا هير عادل، زي حضرتك، عشان في كومه. امال لكن لو ما فيش كومه وقال لي داس ist هير عادل، داس ist هير عادل، هنطلق كده داس ist هير عادل، ده هير، ده زي يكون هير عادل، اقول حضرتك ولا هو جاي من المانيا، هو جاي من مصر، هو جاي من كذا. يبقى لما تلاقي هير لقب هير عادل او فراو ندى ومفيش كومه، يبقى ده مش معناه حضرتك ولا حضرتك. ما دام مفيش كومه يبقى يا اما هو ضمير غائب بمعنى هو، يا اما فراو ندى، فراو منى، فراو هنا، فراو اي يبقى دي معناها هي. هي بقى حضرتك، مش هي، مش حضرتك، هي كانها ضمير غائب. تمام كده يا اساتذه؟ طب احنا ماشيين دلوقتي في هو. يبقى لو لقيت عادل مفيش كومه، هير عادل ومفيش كومه، او كلمه قريتها دير المذكر، والله العظيم كلمه قريتها دير المذكر، يبقى اعوض عنها بايه؟ اعوض عنها باير، هو دير. يبقى اعوض عنها باير، هو المذكر. كلمه قريتها دير ينفع اعوض عنها بزي هي ولا اس المحيد؟ لا، ده دير المذكر يبقى هو المذكر. واحد يقول لي لا يا استاذ ده زي كلمه دي ابفل، واحد يقول لك ابفل. بص بقى المخ بقى يعني الناس النبيهه بقى، دي ابفل يعني التفاحه. يقول لك التفاحه، اخدها بالمصري بقى، التفاحه مؤنث يبقى عوض عنها بايه ولا اس ولا زي؟ ده مؤنث يبقى زي هي، يلا هي عوض عنها بزي عشان دي تفاحه. يا استاذ جايب لك دي مذكر، هم عندهم التفاحه مذكر، انت ليه بتقارن بالمصري؟ احنا عندنا التفاحه مؤنث. انا عارف ان التفاحه مؤنث، بس ما تستخدمش ذكائك في اللغه. ما ينفعش انت بتدرس عربي يبقى التفاحه عندنا هي التفاحه لون، هي التفاحه دي طازه ولا مش طازه بكام، هي التفاحه عشان مصري. امال لما تتكلم الماني ما تعوضش عن التفاحه بهي بزي، تعوض عنها هو التفاحه. واحد يقول لك ايه الحياله، الالماني عندهم التفاحه بيقولوا عليها هو، طب هم بيقولوا الحياله التفاحه في مصر بيقولوا عليها هي. كل واحد ولغته يا عم، هم شايفين التفاحه دي حاجه مذكر، قالتها دي يبقى عوض باير. اي كلمه قالتها دي تعوض باير، هو المذكر. اي اسم واحد عادل احمد هاني مفيش كومه يبقى هو. اي هير عادل هير احمد هير هاني ومفيش كومه برضه هو. اي كلمه قالتها دي مذكر يبقى هو. حتى لو تفاحه، لو استيكه، كلمه دي غادي كلمه جومي استيكه قالتها دي استيكه، ده لا هم عندهم مذكر، احفظها يبقى عوض عنها باير هو. اشرح تاني الكلام ده، عرفت هو يتعوض بيها عن ايه؟ تعال نشوف. استاس عادل، از ذيس زي از ذيس بالانجليزي. استاس عادل، هل يكون هذا عادل؟ ده مفيش كومه، ما حدش يقول لي هو انت، لا. يبقى يا داس است زي ذيس از. داس است عايز اقول ايوه هذا يكون، مين بقى؟ حضرتك؟ لا. هي؟ لا. هيس المحايد؟ لا. ايه هو؟ عشان ده اسم شخص ومفيش كومه. طب لو كان جاب دو برضه لا، لان مفيش كومه. تمام.
Das ist Herr علي. هذا يكون هير علي. الله، هير علي. واحد يقول لك الله هير علي، يبقى اقول زي حضرتك. اقول له انت عبيط، مفيش كومه يلا قبليها ولا بعديها، يبقى مش موجود معانا اصلا. اقول له حضرتك ازاي وهو مش موجود؟ يبقى هذا يكون هير علي. اقول حضرتك جاي من ولا هو اللي جاي من لان مفيش كومه، يبقى عوض عنه بايه؟ ما دام هير علي هير عادي مفيش كومه يبقى هو برضه. طب ده فيلم، الفيلم دوت است spannend يعني مثير. الفيلم ده شددني جدا وشغال معاه حلو قوي. يبقى كلمه قالتها دي يبقى عوض عنها باير. ادي اللي احنا قلناه في اير هو. نخش على الضمير الثاني اللي هو اس المحايد المفرد الغائب. طب معنى هو ولا هو وهي بقى؟ هو وهي للعاقل وغير العاقل. بس ايه ده ايه ده يا استاذ أنا؟ طب انا مش فاهم ايه العاقل وغير العاقل دي، تتوهني. سيبك من اللي انا قلته. انا عايزك كل اللي تعرفه عن اس لغايه دلوقتي، لغايه اما نصعد بيك بقى ونفهمك كده، ان اس دي بنعوض بيها عن اسم اي بلد او مدينه. اي بلد او مدينه تجيلك تعوض عنها باس، ما عدا بعض البلاد خدتهم انت في اولى ثانوي، سواء تانية او تالتة خدتهم في اولى. ايه هم؟ عندي بلاد اللي هم بعض البلاد زي ايران اللي هم البلاد العربيه. البلاد العربيه يا دي النيله ها يا المهم يعني كلمه ايران يا سلام، المصري بيشتغل ماشي. ايران، العراق، العراق وايران والعراق. وكلمه زودان اللي هي السودان، دولت كان ليهم اداتهم دي مذكر، فما عمري ما هعوض عنهم باس. واحد يقول لي الله انت لسه قايل اي بلد او مدينه، ما عدا بعض الدول اللي عندك في المنهج بقى، دول اداتهم دي يبقى عوض عنهم بايه؟ لسه قايلين. الله ينور. في ناس بتقول لي نعوض عنهم بايه هو. البلاد دي ليها اداه دي يبقى نعوض بايه. في بلاد تانية كان اداتها دي المؤنث، يبقى ما نعوضش عنها بهو، نعوض عنها بهي المؤنث. زي ايه دي المؤنث؟ زي بلد اسمها شفايتس، دي اس سي اتش دي، شفايتس اللي هي سويسرا، وتوركاي، توركاي اللي هي تركيا. دول بنعوض عنهم بدي، يبقى قريتهم دي بنعوض عنهم بزي هي المؤنث. الله. طب المهم يعني ريحك، اي حاجه غير البلاد ديت عندك بقى في المنهج لغايه دلوقتي تعوض عنها باس. وكان في او اس الولايات المتحده الامريكيه، دي كانت جمع فبنعوض عنها بزي هم الجمع. المهم يعني البلاد دي انت كنت واخدهم في اولى وثانيه، ما ينفعش اعوض عنهم بايه. اي بلد بقى او مدينه غير دولت عندك في المنهج في حدود منهجك سواء اولى او ثانيه او ثالثه، اي بلد غير دولت تعوض عنها باس. شفت بلد او مدينه، يعني مثلا كايرو اهي بلد واحد او مدينه واحده، دي مدينه. دويتشلاند المانيا، ايطاليا مثلا، بلجيا بلجيكا، فنلندا، ايرلاند اللي هي ايرلندا، اي بلد، استرايش النمسا يا جدع، ايجيبتن مصر، اي بلد، او كايرو باريس، مثلا لوكسور اسماعيليه، اي بلد او اي مدينه. خلصت عوض باس بعد شويه البلاد اللي احنا كتبناهم دولت اللي كانوا في اولى ثانوي عندك. تمام. هو ده اللي عايزك تعرفه عن اس لغايه دلوقتي. وحاجه تانية، اي كلمه قالتها ضص اهي بقى، ضص دي تمشي عاقل وغير عاقل. يعني ممكن اقول لك داس بروت يعني رغيف العيش، اداته ضص يبقى عوض عنه باس. طب كلمه كيند الطفل، واحد يقول لك الطفل ده عاقل، اداته ضص. واحد يقول لك هو الطفل فين؟ الطفل عوض عنه باير عشان طفل مذكر، اقول لك التعبيط اداته ايه؟ اداته ضص. مش عارف لو دير كيند كنت دير كيند يعني كنا قلنا ايه هو، لكن ده اداته ضص يبقى عوض عنه باس المحايد. يبقى عرفت امتى اس دي بتيجي مع عاقل وغير عاقل حسب اداه الكلمه. الكلمه ديت ضص يبقى خلاص تعوض باس. اي بلد او مدينه غير دولت تعوض باس. هو ده اللي انا عايزك تعرفه عن اس. تعال نشوف كده. فو ليكت برلين، اين تقع برلين؟ قال له نقط ليكت ان دويتشلاند، في المانيا. يبقى عايز اقول ايه؟ هقول اس على طول عشان ده اسم مدينه عاصمه المانيا. دي هابتشات فون دويتشلاند برلين، دي عاصمه المانيا. فو ist das Bad؟ فين الحمام؟ الحمام. فو ist das Auto؟ فين العربية؟ في أي حاجة. فو ist das Kind؟ فين الطفل؟ فو ist das Baby؟ فين الطفل الرضيع؟ شوف عم فو ist das Mädchen؟ ايه ده؟ ايه كلمة Mädchen ديت؟ كلمة Mädchen دي يعني بنت، جيرل صغيرة، فتاة. واحد يقول لي ايه ده يا نهار أبيض؟ كلمة Mädchen دي بنت، المفروض تيجي مؤنث، قريتها دي المؤنث، جت ازاي قريتها ضص؟ ازاي ضص يا أستاذ؟ ضص ايه ده؟ ايه اللغه الالمانيه اللي مع بنت تجيبها ضص ديت؟ البنت هناك محايد ازاي يا استاذ؟ يعني انت اتجننا يا استاذ؟ يعني طفل عشان يا استاذ هناك في معلومه كده، كل من لم يبلغ السن صغير بيدوا الاداه ضص. كيند طفل صغير، بيبي طفل صغير، ميتشن لسه بنت فتاه صغيره. دي ملحوظه. تاني ملحوظه ان اي كلمه اخرها مقطع شن في اللغه الالمانيه اداتها ضص.
دي قاعده. زي كلمه كنت بتاخدها في سنه اولى ثانوي، روتشن اللي هو العيش الكايزر الصغير، هنشن يعني فرخه صغيره، ميتشن اي كلمه اخرها شن ديت قالتها ضص. مقطع كتابة كتابي قالته ضص، عشان كده اتحطت ضص. وخلي بالك الكلمات دي عاقل وفي كلمات غير عاقل، هي الحمام، العربيه، الطفل، الرضيع، البنت. المهم واحد يقول البنت مؤنث، فاحنا قلنا بقى عشان اللي يقول لك كده اقول له ليه؟ انت بقى عايز بقى تستنصح عليه في اللغه، تقول له طب كلمه ميتشن دي يعني بنت، ليه قالتها ضص محايد ما اتحطتش مؤنث؟ دي هي ما هي بنت مؤنث. قول له لو احد زنقك قول له معلش بقى عشان المقطع شن دوت، دي قاعده كتابيه، اي كلمه اخرها شن قالتها ضص. كمان دي مصغره، اي تصغير لحاجه لسه صغير بيدوا لي اداه ضص هناك في المانيا. المهم اداتهم ضص. بعوض عن البنت دي باير هو، ولا زي هي، ولا اس. العقل هيقول فو ايست اهو، فو ايست اين تكون، اين تكون تصمتشن، فو ايست تصمتشن اين تكون البنت. بلاش داس ديت عشان ايه؟ هو لو جاب داس انت هتعرف ان هي اس. يجي بقى هو يلخبطك في الامتحان ويصعبها عليك، يقول لك فو ايست داين ميتشن، فين بنتك؟ فو ايست داين ميتشن، فين البنت بتاعتك، الفتاه الصغنطوطه بتاعتك، البنوته الحلوه داين ميتشن. ما جابلكش الاداه داس ولا دير ولا كده. فانت شفت كلمه ميتشن في الامتحان قلت الله فين بنتك، يبقى هعوض عنها بزي هي. ده غلط، ما تمشيش بدماغك، امشي حسب الاداه. ميتشن دي اداتها ضص، يبقى عوض عنها باس. اي كلمه اداتها ضص هتعوض عنها باس، اي بلد او مدينه غير دولت تعوض عنها باس. مش هقعد انا بقى اقعد اشرح افت في الكلام ده كتير. يبقى خدنا ايش يعني انا، دو يعني انت، ايه هو لما اقول عادل او غير عادل ومفيش كومه، او كلمه اداتها دير مذكر. طب امتى اقول اس؟ لو اي بلد او مدينه غير دولت تقول عنهم يعني تعوض عنهم باس، او كلمه اداتها ضص سواء عاقل او غير عاقل نعوض عنهم باس. تمام. نخش بقى امتى اقول زي هي بقى. قال لك زي هي لما يكون اسم بنت بقى، مش عادل، ندى بس مفيش كومه، ولا قبليها ولا بعديها. او مثلا جاب لي كلمه فراو ندى، فراو ندى يعني برضو مفيش كومه، خلصت برضو. محدش يقول لي فراو ندى يبقى حضرتك، ما احنا لسه قايلين ندى او فراو ندى يبقى هي، فده مفيش كومه. او كلمه قالتها دي المؤنث، دي بيرني الكمثريه، او دي فاميلي العيله. واحد يقول لك العيله جامعه يا استاذ، اقول هي هم عيلتك ولا لا يا استاذ؟ كلمه عيله بتتعامل معامله المفرد في الالماني، والله عيله واحده. هي عيلتك ساكنه فين، هي عيلتك، قالتها دي المؤنث. امال لو جت فاميليين ساعتها تبقى جمع بقى، لكن دي فاميلي عيله واحده قالتها دي المؤنث. واي كلمه قالتها دي المؤنث بنعوض عنها بزي هي المؤنث. واي اسم بنت من غير كومه يبقى هي. اي لقب واحده ست، فراو ندى، فراو هنا، فراو برضه من غير كومه، يبقى نعوض عنها بزي هي. يبقى خدنا اير واس وزي، طبعا انا بنطقهم لك كده عشان تبقى فاهمهم. است das ندى؟ است ذيس ندى؟ قال لي داس است هذه تكون ندى، مفيش كومه، يبقى ما ينفعش اقول هو، ما ينفعش اقول دو انت، ما ينفعش. ما ينفعش اقول زي حضرتك ولا زي ولا اس، امال إيه؟ يبقى زي هي عشان قالتها، عشان ندى دي بنت، يبقى هي. الجمله الثانيه بيقول لي داس است فراو فاتن، هذه تكون فراو فاتن. واحد يقول لي فراو فاتن يبقى حضرتك عشان في فراو، يبقى اقول لك يا عبيط مفيش كومه، مفيش كومه قبليها ولا بعديها، يبقى المفروض اقول هي. واحد يقول لي خلاص يبقى، طب تعالى بقى هنا هزنقك زنقه بنت لذينه بقى في اللغه. Das ist Frau فاتن دي قاعده كتابيه. واحد يقول لك، واحد بقى ناصح بقى تاني بقى يقول لك Das ist Frau فاتن، هذه تكون فراو فاتن، يبقى عايز اقول هي. انا شاطر، مفيش كومه، مش حضرتك، يبقى اقول هي، اخد زي الصغيره عشان هي هنا. اقول لك انت ماشي صح بس غلطت غلطه بقى. ايه هي؟ في قاعده كتابيه بتقول لك اي زي هي، او اي زي، او اي ضمير، اي كلمه في بدايه اي جمله لازم يبقى اول حرف كابيتال، اي كلمه هبدا بيها جمله. طب واحد يقول لي يعني انت عايز تقول ايه هي؟ يعني هنا ما ينفعش اقول زي هي. ليه يا استاذ؟ ما زي ايه دي كده زي بحضرتك. اقول لك لا، انت المفروض تاخد زي الكبيره. ايه يا استاذ ده مفيش كومه، دي معناها حضرتك كده. اقول لك لا، دي معناها هي. الله، طب ليه عملناها كبيره؟ زي هي بتيجي صغيره، بتيجي صغيره في وسط الكلام في اخر الكلام. امال في بدايه الكلام دايما عمل شرطه نقطه هيبدا جمله جديده لازم تكبر اول حرف. والالمان عارفين ان انت عارف القاعده الكتابيه دي، فجبتها لهم كبيره كده كابيتال، عشان اول كلمه في بدايه اي جمله لازم تيجي كابيتال. وهنا يبقى يعني هنا مش معناها حضرتك، لا معناها هي. وتصريف الفعل معاها ايه؟ المفرد بالتي. هي لو حضرتك كانت جت بالاي ان، لكن هي بيقول هي تاتي من بس جت كبيره ليه؟ خدنا الكبيره ليه؟ عشان بدايه الجمله. يبقى امتى زي هي وزي هم الصغيرين اللي هم بمعنى هي وهم، زي الصغيره بمعنى هي وهم،
امتى تبقى كبيره؟ مين بقى شاطر يقول لي؟ الله ينور. في ناس بتقول لي في بدايه الجمله بس يبقى كبير، كله بيبقى كبير. لكن زي حضرتك بقى، لو حضرتك او حضرتك بتبقى كبيره في بدايه الجمله وفي نص الجمله وفي اخر الجمله، دايما كبيره، دايما قوس كابيتال. لكن زي هي وزي هم بيجوا صغيرين في نص الجمله وفي اخر الجمله. اهو بص هنا، تعالى وجايبها لك في اخر الجمله وفي نص الجمله كده. مثلا يعني، مثلا اهو is das مثلا is das، اهو is das، هل هذه فراو، هي ديت فراو هنا، هي ديت فراو هنا. واحد بيسأل is das فراو هنا، هي دي فراو هنا؟ قال له يا ايوه das ist، هذه تكون نقط. اختار لي بالله عليك، ايه هو، ولا اس، ولا زي الصغيره، ولا زي الكبيره؟ واحد يقول لك الله فراو هنا يبقى حضرتك زي الكبيره. لا، هنا هناخد الصغيره. ليه؟ عشان جت في نص الكلام او في اخر الكلام. امال لو جت في اول الكلام جيبها كبيره. ودي قاعده كتابيه، مش ما تضحكش عليك. وطبعا عمره ما هيجيب لك زي وزي، ده كده بقى يبقى بيصعب عليك. ده حاجات في الجامعه دي كانوا يلخبطونا بقى، زي صغيره ولا زي كبيره، عشان يشوفك انت عارف القاعده الكتابيه. لكن هو في الامتحان مش هجيب لك الاثنين، هجيب لك واحده بس، وهجيبها لك كابيتال عشان هو عاملها قاعده، هو عاملها لك صح، القاعده صح. فانت هتبقى ما تتلخبطش، تبقى عارف ان دي معناها هي، بس جت في بدايه الكلام كبيره عشان في بدايه الكلام. فو ist die Berni؟ فين تكون، أين تكون دي بيرني الكمثرية؟ خلاص كلمة قريتها دي. فو ist die Wohnung؟ Wohnung يعني شقة، أين تكون الشقة أو المسكن؟ كلمة قريتها دي، يبقى أعوض عنها بزي. زي هي. طب مين يختار لي آخد أنهي زي فيهم؟ في اتنين زي. واحد يقول لي الصغيرة، أقول له لا. الله، ما يعني معناها هي. عارف والله. طب ليه ما خدناش الصغيره، خدنا الكبيره؟ دي معناها حضرتك وحضرتك. اقول لك لا، خدناها كبيره عشان بدايه ايه؟ دي قاعده كتابيه، بدايه الجمله لازم اكبر اول حرف دايما. لكن لو جت في نص الكلام او في اخر الكلام، خد دايما الصغيره اللي هي بمعنى هي او بمعنى هم. كده خدنا ايش انا، خدنا دو انت، خدنا ار واس وزي، زي هي وشي وات بالانجليزي. دول اسمهم ضمائر المفرد، اللي هم الزينجولا بيرسونال برونومين، اللي هي ضمائر الشخصيه في حاله الزينجولا، ام زينجولا اللي هي في حاله المفرد. هناخد بقى دي بيرسونال برونومين ضمائر الشخصيه بس في حاله الايه؟ البلورال، اللي هي البلورال، يعني اللي هي حاله الجمع. تعال نشوف بقى جمع ايش انا ايه. حد يعرف انا جمعها؟ ده اي في الانجليزي جمعها وي، نحن. طب ايش انا جمعها في، نحن. فهمت حضرتك يا هير. يعني حضرتك عايز تقول لي ان ايش اللي هي ضمير شخصيه رقم واحد في المفرد هو في رقم واحد بس في الجمع. هي الضمائر ماشيه كده، العلماء مصنفينها كده والله. طب ودو انت رقم اتنين في المفرد، ده اللي اتعلمناه من الالمان بقى. هي رقم اتنين بس في الجمع. جمع انت وانت وانت وانت، انتم اللي هي ضمير هناخده بعد شويه اسمه اير. والاتش هنا سايلنت، ما تنطقش الاتش لو جه وراها حرف ساكن كانها مش موجوده. يبقى اي، وطول الاي شويه عشان خدت مساحه نطقها ومساحه نطق الها، الاتش ديت. فما اقولش اير، اسمها اي، والار ورهاش حاجه كانها مش موجوده. اي يعني انتم. يبقى ايش جمعها في، اي ار في الاخر كده ما وراش حاجه كانها مش موجوده. ايش جمعها في. ودو انت جمعها اي، اللي هي رقم اتنين، انت جمعها انتم. طب عندي الضمير الثالث ايه واس، ايه واس، يا دي النيله. يا مسهل يا رب. واس مش عايز، اهي جت اهي. وزي هي الضمير هو وهي، دي رقم ثلاثة في المفرد. هي هو وهي جمعها. الله ينور. زي هم الجمع الصغيره ديت، زي هم اللي هي هم او هن بتاعت الجمع، ومعاها بقى حطوا زي الكبيره دي اللي هي بمعنى حضرتك او حضراتكم. عشان كده اتحطت برضو مع الجمع، عشان فيها جزء جمع. حضرتك او حضراتكم. يعني يا هير احمد وفي كومه يبقى حضرتك، يا فراو ندى وفي كومه يبقى حضرتك. طب افرض قال يا هير احمد وعند فراو ندى وراح عمل الكومه بعدين هما الاثنين، يا هير احمد ويا فراو ندى، تعالى حضرتك تعالى حضراتكم، تيجي بمعنى زي برضه بمعنى حضراتكم، حضرتك او حضراتكم. تمام كده. يبقى جمع هو وهي هم، وتحط دي معاها عشان بتاخد نفس التصريف بتاعت، في نفس التصريفات الافعال دي بتاخد نفس التصريف مع الجمع هم. تمام. عرفتوا تصنيف الضماير؟ احنا خلصنا ايش انا، خلصنا دو انت، خلصنا ايه ده، بدأنا في فير بقى، بدأنا في الجمع منهم بقى. رقم واحد في الجمع اللي هي فير نحن. امتى اقول فير نحن؟ امتى اقول نحن؟ قال لك لما يجيب لي اي اسم وايش وانا وحد تاني، خلاص يبقى احنا الاثنين. لما يقول لي مثلا مونيكا اوند ايش، هنا اوند ايش، ندى اوند، هاني اوند ايش، تامر اوند ايش، خلاص خلصت، يبقى دي بتساوي فير نحن.
او يقول لي دو انت وانا، ما هي او حضرتك وانا، ما دام دخل انا مع حد تاني سواء ضمير او اسم تاني والمصحف يبقى نحن، انا وحد تاني اي شخص بقى وضمير يبقى نحن، انا وهو يبقى احنا الاثنين، انا وانت احنا الاثنين، انا واحمد احنا الاثنين، انا وهنا فهمتوا كده يا جماعه؟ انا واي حد تاني. مثال، او يجيب لي ايه تاني، او يجيب لي في السؤال ايه انتم اللي لسه هناخده بعد شويه الضمير انتم، فانا غصب عني في الاجابه لازم اختار في نحن. واحد بيقول لي انتم يبقى خلاص هقول نحن، او يقول لي دو انت، او يقول لي دو اندهاني انت وهاني، او انتوا الاثنين برضه هقول نحن. ما دام انت وحد تاني في السؤال يبقى احنا الاثنين. طب انتم الاثنين جاب انتم على طول، ما فصصليش انت وحد تاني قال لي انتم برضه اقول في نحن. مثال، هاني und ich، هاني وانا sind Schüler بنكون شولا تلاميذ، محدش ينطق الارض خالص في الاخر، ما كلامش موجود. هاني und ich sind Schüler، انا وهاني بنكون شولا تلاميذ. حلو قوي. خلاص انا وهاني، وعايز اكمل باقي الجمله ماشي في نفس السياق، يبقى اقول انا وهاني تلاميذ، انتم ايه انتم كومن، لا 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 لا. طب زي حضرتك، لا 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 لا. طب دو لا، يبقى عايز اقول فيا كومن، احنا جايين او اسماعيليه. تمام. او يجيب لي اير انتم في السؤال اهي، woher kommt ihr، من اين تاتوا انتم، يبقى ما دام جاب اير انتم على طول اختار فيا نحن كومين او سكايرو، احنا جايين من القاهره. او يقول لي was spricht، ماذا يتحدث دو und علي، او علي und دو، علي وانت، جاب لي علي وانت في السؤال، علي وانت، يبقى اقول له علي وانا يعني احنا، انا وعلي يعني احنا، الاجابه يبقى احنا. علي وانت بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل رحله، بنعمل حفله، بنعمل الواجب. علي وانت كنتوا فين؟ اقول انتم ولا احنا؟ احنا كنا في ما دام قال علي وانت، اي حد وانت يبقى خلاص، يبقى فيا sprechen دويتش. انتوا بتتكلموا ايه انت وعلي؟ قال له احنا بنتكلم الماني مع بعض. عرفتوا امتى نستخدم فيا؟ نخش بعد كده على امتى نستخدم ايه انتم. جمع ايش انا كان فيا نحن، طب جمع دو انت ايه انتم، امتى اقول ايه انتم في اللغه؟ والله لما يجيب لي بقى، فاكر لما كنا بنقول لو لقيت ايش انا وحد تاني، اشرف اند ايش يبقى دي معناها فيا نحن، هنا اند ايش، هاني اند ايش، اي حد اند ايش يبقى فيا. امال اي حد اند دو بقى، انت وحد تاني يبقى نحن ولا انتوا الاثنين؟ انتم بقى. لما يقول لي اشرف انددو، ندى انددو، هنا انددو، هاني انددو، احمد انددو، اي حد انددو، وانت اي حد وانت، او انت وحد تاني، او داين او دي فاطر الاب داين كيند طفلك ابنك، وانت وابنك، انت وحد تاني، يبقى خلاص دي معناها خلصت، ان هي دي معناها اير انتم. او ايه تاني، او يصعبها عليك شويه، يجيب لك اسمين بس يعمل وراهم كوما فكأنه بينادي عليهم، يقول له هاني und، هاني und علي، ويعمل كوما. اشرف und علي، مش عارف تامر und ندى und هنا، ويجيب اسم مثلا ندى und هنا ويعمل كوما بعديهم. خلصت الكوما دي، كأني بنادي عليهم. يبقى اقول هما الاثنين علي واحمد، تعالوا هما الاثنين ولا تعالوا لي بقى انتم الاثنين؟ انتم ليه؟ عشان في كوما، والكوما بعد الاسمين. مش لو كانت بعد هاني بس، يعني لو كانت بعد علي بس كده، علي يبقى انت، هنا يبقى انت. طب علي وهاني هنا وندى، يبقى انت ولا انت ولا انتم الاثنين، انتن، يبقى دي جمع بقى. ما دام جاب اسمين كده وكوما يبقى بقى في وش بنادي عليهم بقول لهم انتم الاثنين. مثال، دو und هاني، انت وهاني، ايه ده؟ تيجي انت في الامتحان انت وهاني يعني ايه؟ تروح حاطط على طول الضمير فوقيهم، تجمعهم مع بعض. انتم زايت شولا، انت وهاني بتكونوا تلاميذ. نكمل في سياق الجمله. نقط spricht gut Deutsch، نقط تتحدثوا الماني كويس. يبقى انت وهاني، يبقى انتوا الاثنين، يبقى اقول نحن، لا ايه انتم spricht بتتكلموا gut Deutsch، بتتكلموا الماني كويس. علي und ندى وعمل كوما، يبقى بينادي عليهم. علي وندى spricht بتتكلموا، علي وندى بتتكلموا احنا ولا بتتكلموا انتوا الاثنين؟ ده بينادي عليهم، يعني بقول يا علي ويا ندى بتتكلموا ايه انتم تويتش؟ هيقولوا يا. طب هيقولوا يا، ايوه، هو هنا علي وندى وقال ايه في السؤال، يبقى مين يعكس لها؟ هنقول ايه؟ الله ينور. في ناس قالت لها هنقول فيا احنا، اجيب الضمير فير في الاجابه. بتتكلموا انتوا الماني، يا فيا احنا سبريشن بنتكلم جود دويتش، او اين بيشن دويتش بتتكلم الماني قليل او كده. تمام.
كده خلصنا إيش أنا جمعها wir نحن، ودو أنت جمعها ihr أنتم. بعد كده عندي هو وهي جمعها بقى، في عندي 2 زي صغيرين وبيبقوا كبار إمتى؟ في بداية الجملة بس، صح الله ينور. في عندي زي هم تيجي صغيرة في نُص الكلام وفي آخر الكلام، وفي زي هي خلصناها، في بقى فاضل معلش أنا آسف، آخر حاجة زي هم الصغيرة دي جزء منها صغير، وفي زي الكبيرة بقى اللي هي بمعنى حضرتك أو حضرتك، معلش يبقى في 2 زي في الآخر اللي هي بمعنى هم وحضرتك وحضرتك. نيجي بقى لزي هم الصغيرين اللي هي هم الاتنين. قال لي إمتى أقول زي هم؟ لو جاب لي اسم واحد والّا اسمين؟ طب لو اسمين وفي كوما، الكوما دي معناها إن هم في وشي، أقول هم إزاي؟ ده في وشي، بانادي عليهم. أي اسمين، أي بلدين، أي ولدين، أي بنتين ومفيش كومة يبقى هما الاتنين مش معانا، الكومة دي مش معناها إن هما مش في وشي بعيد عني، يبقى هما الاتنين. يعني لما يقول لي واحد يقول لي يا أستاذ أنت لسه قايل أي اسم مدينة أو بلد بنعوض عنها باسم، ده لو مدينة واحدة يا حبيبي، ده لو بلد واحدة يا أستاذة. لكن أنا قال كايرو عند أليكس ومفيش كومة، يبقى دول هما يبقى أعوض عنهم باس؟ لا بزي هم. أي بلد واحدة بس اس، لكن بلدين يبقى زي هم. طب قال لي دي إلتا، ده جاب لي كلمة جمع، دي إلتا الوالدين، دي كيندا الأولاد، كلمات جمع أهي. دي لويت يعني بيبل الناس، كلمات جمع دايما يبقى أعوض عنها بزي هم الجمع. بلدين بعيد عني كده يبقى زي هم الجمع. طب لو جاب اهو دي كيندا الأولاد دي كلمات جمع يبقى زي هم. طب جاب لي بقى أشرف عند علي، الله، هنا عند منى ومفيش كومه، مفيش كومه وراهم، ما بناديش عليهم، يبقى برضه هم الاثنين، هن الاثنين. تعال نشوف كده. زين داس، هل زي مثلا زيث اللي بالانجليزي ذيث ار او ذيس ار، يعني زين داس علي und هاني. زين داس هل هؤلاء علي وهاني، ومفيش كومه، علي وهاني مفيش كومه يعني مش انتم، مش في وش، يبقى هما الاثنين. هما دول علي وهاني؟ قال له يا داس زين، عايز اقول هما. واحد يقول لي زي الكبيره، اقول له لا دي جت في نص الكلام، يبقى زي هي الصغيره او هما، اللي هي الصغيره بقى هي او هما، بس هنا معناها هما عشان دول علي وهاني. تمام. فوليكن اين يقع كايرو عند اليكس؟ ايه ده؟ واحد يقول لي اي بلد باس يا استاذ، ده بلد واحده، مدينه واحده، دول مدينتين او بلدين، يبقى ما ينفعش اقول اس، اقول هم الجمع عشان اتنين مثنى يعني. طيب يبقى اين يقع القاهره واسكندريه؟ اوعى تقول لي اس، لا 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 لا, لا. تقول زي هم. طب واحد يقول لي اختار انهي ايه؟ زي الصغيره؟ لا، لما كانت في نص الكلام او في اخر الكلام خدنا الصغيره هم، لكن هنا اخد هم بقى زي الكبيره. واحد يقول لي يا استاذ دي معناها حضرتك وحضرتك، اقول لك يا استاذ دي قاعده كتابيه، في اول الجمله لازم تيجي اي حرف يبقى جوز كبير كده، ودي معناها هم بس جت كبيره عشان في بدايه الجمله. يبقى اين يقع القاهره واسكندريه؟ زي ليكن هم بيقعوا جيبتن فين؟ في مصر. فوليب دايني إلتا، أين يعيش دايني إلتا الوالدين بتوعك؟ فوليب دايني إلتا، أين يعيش الوالدين بتوعك؟ الوالدين دي كلمة جمع. فوليب دايني كيندا، أين يعيش الكيندا الأولاد بتوعك؟ الأولاد دول جمع، الوالدين الجمع. أي حاجة جمع كده يبقى خلصت. دايني كشفيستا، إخواتك، ولادك، والدينك، كلمات جمع يبقى عوض عنهم بزي هم الجمع. طب ليه مش هاخد الصغيره وهناخد دي معناها هم بس ما جاتش صغيره جت كبيره ليه؟ استثناء عشان في بداية الجملة لازم أكبر أول حرف. الله ينور، في ناس فاهمة. يبقى دي معناها زي هم مع بلدين، ولدين، بنتين، بس ما فيش كومة، أو أي كلمة جمع زي الوالدين، الأولاد، الإخوات، كلمة جمع دايما نعوض بزي هم الجمع. نيجي بقى مع بعض لاخر ضمير اللي هو زي حضرتك او حضرتك، اللي احنا عمالين نهري فيه من شويه، عمالين نقول فراو ندى وهير عادل، بس لازم نلاقي ايه عشان نقول حضرتك وحضرتك في الغالب في الجمله؟ لازم تلاقي كومه. اول ما يقول يا فراو ندى، يا فراو هنا، يا فراو منى، يا فراو زفته، وفي كومه بعديها وقبل يبقى بينادي عليها، بيقول لها حضرتك على طول، في الغالب عايز حضرتك او حضرتك. اهو يا هير عادل في كومه، يا هير علي، يا هير احمد، يا هير طارق، يا هير مش عارف اي اسم بقى، يا هير زفت انت، يبقى في كومه قبليها وبعديها، يبقى خلاص حضرتك او حضرتك. الكومه دي بتعرفني ان انا اقول يا اما حضرتك يا اما حضرتك. تعال نشوف كده امثله. فراو ندى، فراو ندى woher kommen، من اين تاتي ايه؟ يا فراو ندى من اين تاتي ايه؟ ده في كومه، يبقى عايز يقول حضرتك. من اين تاتي ايه؟ زي حضرتك. طب اخد انهي واحده؟ تاخد الكبيره دي. ليه؟ طب ليه ما خدتش الصغيره؟ عشان دي معناها حضرتك، مش دي هي ولا هم.
طيب فونين اين تسكن نقط وراح عمل كوما اهو، ويبقى بينادي عليه يا هير كارل، يا هير علي. اين تسكن نقط هي كارل، اين تسكن حضرتك يا هير كارل. ليه الكوما دي خليته في وشي بكلمه، فبقول له في لقب هنا، ما قالش يا كارل، قال يا هير كارل، يا سيد كارل، يا استاذ كارل. يبقى انا عايز اقول حضرتك. اين تسكن حضرتك الكبيره، دي الصغيره لا، يبقى انا عايز زي الكبيره اللي هي بمعنى حضرتك ديت. ليه؟ عشان في كوما قبل هير كارل عشان جت في الاخر، او في كوما بعد فراو ندى عشان جت في الاول. يبقى لما تلاقي كوما بعد فراو او هير وفي كوما، يبقى في الغالب انت عايز زي حضرتك او زي حضرتك. تعالى بقى نشوف مع حضراتكم بقى اسئله على الجزء اللي احنا اشتغلنا ده. تعالى نشوف اسئله كده ونشوف بقى احنا فهمنا انا انت ايش ودو فيا، وامتى اقول انتم، امتى اقول نحن، وهكذا. اول جمله بقى بقرا معانا ان شاء الله. اول سؤال بيقول لي فاست لانست نقط. قال لي في الإجابة إيش أنا. الله، واحد بيقول لك في الإجابة أنا، يبقى في السؤال لازم ألاقي يا إما حضرتك عشان أقول أنا، يا إما أقول في السؤال ألاقي أنت دو فأقول أنا. إيه اللي موجود هنا؟ فاست ليرنس تو، ماذا تتعلم أنت؟ إيش ليرن دويتش، أنا بتعلم ألماني. يبقى دو عكسها إيش. جاب في السؤال دو، لقيت في الإجابة إيش، يبقى تلاقي دور على دو أو دور على زي حضرتك. طب ليه خدنا دو هنا؟ واحد يقول لك عشان الفعل بالاس تي. اقول له صح، تصريف افعال واحنا لسه ما دخلناش في تصريف الافعال. طيب نمرة 2 بيقول لي das Buch الكتاب ist interessant. ايه ده جاب لي كلمه معناتها das Buch الكتاب ist الكتاب ist interessant يعني شيق او ممتع يعني. طيب يبقى نادر، الواد نادر ليست بيقرا ايه؟ بيقرا الكتاب. فكلمه معناتها das يبقى عوض عنها بايه؟ حد فاكر؟ الله ينور، باس. الكتاب ممتع، نادر بيقراه هو اس ده عايده عشان كلمه معناتها das. عارف لو كلمه معناتها دي المذكر كنا قلنا ايه، لو كلمه معناتها دي المؤنث كنا قلنا زي هي المؤنث، لكن خدنا اس عشان الكلمه معناتها das. نمرة 3 das ist كريم، دوت كريم. this is اللي هو كريم يعني. كريم ده اسم ولد مفيش كومه، يبقى مش معانا، غائب هو. يبقى عوض عنه، ده اسم ولد مذكر، يبقى عوض عنه باير كومت او اير فونت ان هرم، هو ساكن في الهرم. وفوق ليكت لوكسور، اين تقع لوكسور؟ ده اسم بلد او مدينه، اي بلد او مدينه غير اللي خدناهم في اولى ثانوي مش يبقى خلصت، نعوض عنها بايه؟ باس. الله ينور عليك. اس ليكت ام نيل. عمرو und هاني كومن اوس اليكس. عمرو وهاني جايين من اسكندريه. واحد يقول لي عمرو وهاني دول اتنين بعيد عني، مفيش كومه، ما بناديش عليهم، مش في وشي، مش في وشي هم، مفيش كومه عشان يبقوا في وشي بنادي عليهم. ده عمرو وهاني يبقى هم الاتنين. يبقى جايين من اسكندريه، عايز اقول زي فونين ان كايرو، هم ساكنين اهي زي. واحد يقول لي طب جت كبيره ليه؟ الله ينور، عشان بدايه الجمله، وهي واحده بس اللي كاتبها لك عشان مش هيقعد يلخفنك، عاملها لك كبيره بس. دي قاعده كتابيه جت في الاول كده بدايه الجمله لازم يكبرها. هم ساكنين فين؟ في القاهره. هي توماس وعمل كومه. ده قال يا هير توماس وعمل كومه بقى في وش كده. هقول له فوهير كومن، من اين تاتي هو ولا من اين تاتي حضرتك؟ ده جاب لقب يا هير توماس وعمل كومه. عارف لو هير توماس ومفيش كومه كان يبقى هو برضه، لانه مش موجود معانا. الكومه دي خليته في وش بنادي عليه. يا هير توماس فوهير كومين زي حضرتك. اوعى تاخد الصغيره، خد الكبيره. قال له اوس انجلاند، انا جاي من انجلترا. مايني فاميلي عيلتي است groß، عيلتي كبيره. ايه ده؟ كلمه فاميلي العيله دي مفرد مؤنث، لسه الهير قايل لنا في المحاضره التاسيسيه الاولى ان كلمه فاميلي تعمل معامله المؤنث. هي عيلتك ساكنه في هي عيلتي كبيره، يبقى عايز اقول هي هات فين في بيزونين، هي تمتلك 5 اشخاص، يبقى زي هي. طب جت كبيره ليه؟ عشان بدايه جمله. عرفنا بقى وزهقنا. Wo ist dein Kind؟ بص صعبها لك هنا بقى. Wo ist dein Kind تينا؟ أين يكون dein Kind؟ ابنك أو طفلك فين يا تينا؟ فين الطفل بتاعك يا تينا؟ الله، ده بيتكلم عن الطفل هنا، بس ما رضيش يجيب لك الأداة بتاعت كيند. حد يعرف كيند قالتها إيه؟ الناس اللي حافظة كلمات من أولى وتانية ثانوي؟ ها؟ الله ينور. كيند قالتها بس صح كده، يبقى عوض عنه بايه؟ يبقى عوض عنه باس. ما يجيش واحد بقى يشغل دماغه يقول لي الطفل يبقى هو يبقى اير، اقول لك انت كده مش حافظ ادوات. قالت له داس يبقى اس على طول. فويس تاين كين تينا، فين ابنك يا تينا؟ قالت له سيستم جارتن، هو في ايه؟ في الجارتن، في الحديقه بيلعب يعني. Das ist meine Oma، ديت مايني اوما يعني جدتي. جدتي دي مؤنث، دي جدتي، يبقى عايز اقول هي. واحد يقول لي جدتي يبقى حضرتك. يا استاذ ما فيش كوما اصلا وما بتناديش عليها، دي بتقول جدتي، يبقى ايه؟ واحده ماتت خلاص، يبقى حضرتك فين؟ دي جدتي في الصوره الله يرحمها، هي كان عندها كام سنه في الصوره دي؟ هي ماتت امتى؟ يبقى زي هي. ايه اللي جاب حضرتك في الموضوع؟ طيب طب في 2 زي، معلش هنا بقى عشان بس ما نتلخفنش، في 2 زي صعبها عليا، ده في نقطه، يبقى اخد زي الكبيره. يا استاذ دي معناها حضرتك، لا معناها هي.
طب وخدناها كبيرة ليه؟ عشان قاعدة كتابية بداية الجملة. تمام، عرفنا اللعبة، وفي الغالب ما بيجيش كده، بيجي واحدة بس زي ما كنا بنجيبها هنا واحدة بس ونخلص منها. woher kommt كارل؟ من أين يأتي كارل؟ الواد كارل دوت und نقط. من أين يأتي كارل ونقط؟ الله، قال له في الإجابة wir نحن. واحد بيقول لك نحن يبقى عايز يبقى في السؤال أنتم. طيب ما دام أنتم بقى فصصها لي في السؤال، قال لي كارل ونقط، يبقى كارل وأنت. أنت وكارل جايين منين؟ قال له إحنا، يبقى عايز يقول كارل und du. من أين يأتي كارل und du؟ ما ينفعش أقول كارل und ich. ينفع أقول أنا وكارل جايين منين؟ أقول إحنا؟ أسأل نفسي أنا وكارل جايين، إحنا جايين؟ لأ، أنت وكارل جايين منين؟ هيقول له إحنا جايين من الحتة الفلانية. اللي بعديها برلين und كاسل sind die Städte. برلين وكاسل دولت، مدينة كاسل في ألمانيا ومدينة برلين sind die Städte، جمع شتات مدينة، شتيت مدن. دول مدينة واحدة ولا مدينتين؟ واحد يقول لك الله الهير قال لنا أي مدينة باسم. يا أستاذ مدينة واحدة بلد واحدة، لكن دول مدينتين، يبقى عوض عنهم باس ولا زي هم الجمع. اي مدينتين، ولدين، بلدين، بنتين، ومفيش كومه، يبقى هم. خلاص، يبقى برلين وكاسل دول اشتات مدن، يبقى زي توجات كبيره عشان بدايه زفت جمله. زي ليجن ان دويتشلاند، هم بيقعوا فين؟ في المانيا. Wo wohnt توماس und du؟ أين يسكن توماس وأنت؟ توماس وأنت يعني أنتوا الاتنين. يعني هنا السؤال هنا توماس und du يعني ihr أنتم، عكس أنتم wir نحن، يبقى عايز أقول wir kommen أو wir wohnen. أين يسكن توماس وأنت؟ إحنا ساكنين في كلمة بريمن، مدينة بريمن فين؟ في ألمانيا. في هايست نقط، قال له كارل. واحد بيقول اسمه كارل، قال لك في الاجابه كارل، يبقى ما اسمي انا ولا ما اسمك انت؟ في هايست دو. يبقى في هايست دو. طب ما فيش هنا دو، طب ايه تاني؟ ده كارل ده ولد، يبقى اقول ما فيش دو انت، يبقى اكيد هي. لا، اسم، لا ده هو كارل ده، يبقى في هايست ايه، ما اسمه هو؟ قال له كارل عشان اسمه ولد. شوف اللعب بقى جاي ازاي، شوفك انت فاهم الضمير ولا لا. مفيش حاجه اسمها ما اسمي انا، لا، مفيش حد بيسال نفسه. Meine Großeltern الوالدين بتوعي عايشين in England، عايشين في ألمانيا. Meine Großeltern leben in England، عايشين في ألمانيا. اللي هم معلش الجدين بتوعي عايشين في إنجلترا. خلاص الجدين دي كلمة جمع. Großeltern الوالدين، وجروس الجدين يبقى عوض عنهم بزي هم، وجت كابيتال عشان بداية الجملة. Wo ist der Stuhl؟ فين الشتول الكرسي؟ ده شتول الكرسي، قريته دي مذكر، كرسي هنا قريته دي مذكر، يبقى عوض اي كلمه قريتها دي نعوض عنها بايه؟ هو. قال له دا ist er، هذا يكون هو او هنا او هو موجود هنا اهو. فين الكرسي؟ قال له هو موجود هنا. دا هنا ist er بيكون هو. تمام. ist das، هل هذا هير ادلر او هي ادلر؟ هو دوت هي ادلر. طب دلوقتي هير ادلر ده مفيش كومه. واحد يقول لي اي هير يبقى حضرتك، اقول لك انت عبيط، دي عايز يقول هو عشان ما فيش كومه في وش. الكومه دي مش موجود معانا هير ادلر. هل يكون هذا هير ادلر، هير احمد، هير علي؟ قال له يا داس ايست. اوعى تقول زي، عشان شفت هير تبقى عبيط تقول زي حضرتك، لازم تلاقي كومه قبل الاسم او بعديه. ما فيش كومه يبقى هو او هي، يبقى يا داس ايست هذا يكون هو. Wo ist die Wohnung؟ أين تكون الفونونج الشقة؟ قالتها دي، خلصت. دي المؤنث، يبقى عوض عنها بزي هي. طب جت كبيرة ليه؟ عشان بداية الجملة. أين تكون الشقة؟ زي ist im dritten Stock، في الدور الثالث أو في الطابق الثالث. تمام. شمكت دي، عجبك أنت طعم das هنش للفرخة؟ الفرخة دي عجبت طعمها، عجبتك أنت؟ شمكت دي das هنشن. خلي بالك كلمة هنشن فرخة لدجاجة دي قريتها das، وعشان اخرها مقطع شن لسه قايلين قريتها، اي كلمه اخرها مقطع شن قريتها بس المحايد. طيب، عجبك طعم تذوق الدجاجه الصغيره ديت، الفرخه الصغيره داس يبقى عوض عنها بايه؟ كلمه قريتها داس. الله ينور. قال له يا شمكت ليكا، طعمها لذيذ. Das ist ein Sofa، ديت كنبه. حد فاكر الكنبه قالتها ايه من اولى والثانيه؟ في ناس حافظه وناس بتلوش، قالتها ده الصح. داس زوفا. يبقى ما دام هو ما رضيش يجيب لك داس، صعبها لك وجاب لك اين عشان يشوفك انت عارف الاداه الاصليه ولا لا. لو انت عارف ان زوفا ديت حافظ ان قالتها داس، هتعرف تاخد اس وانت مغمض عينيك. داس ist ein Sofa، ديت كنبه. السيست زي مودرن، هي بتكون حديثه جدا. ليه جبنا اس ما جبناش اير هو ولا زي؟ عشان حسب الاداه اللي انا حافظها بختار الضمير بتاعها. Wie findest du كيف تجد أنت das Bad الحمام؟ هنا جاب لك das صراحةً أهو.
كيف تجد أنت الحمام؟ das يبقى عوض عنه بإس ist klein هو صغير، وجبنا إس عشان الكلمة قالتها das. Wie gefallen dir كيف عجبوك meine Zimmer؟ هنا خدعك، ما جابهالكش mine. عارف لو كان جابها لك mine بس كانت تبقى حجرة واحدة، لكن ده قال لك مايني لأن كلمة التسمع من الكلمات اللي في المفرد وفي الجمع شبه بعض، ممكن تمشي حجرة ونفس الكلمة تمشي حجرات. فهنا ما جابهالكش الفعل حتى مفرد، انا كده هدخلك في تصريف افعال وانا لسه ما دخلتش في الافعال. المهم ان كلمه تسمع هنا جت جمع حجرات، خلصت. يبقى عوض عنها واحد يقول لك تسمع قريتها دص، يا ولد شوف انا حافظ ازاي، قريتها دص تسمع دص تسمع، يبقى عوض عنها باس. اقول له انت اتخدعت هنا في الجمله ديت عشان ما جابهاش ماين، جابها مايني. وما دام مايني كده تبقى يا اما مؤنث يا اما جمع، ودي حجره هنا مش مؤنث، دي حجرات جمع. والجمع اعوض عنه باس؟ لا، اعوض عنه بزي هم الجمع. يبقى هنا جبناها زي. طب وانا عرفت منين ان هي جمع هي؟ من تصريف الفعل، ومع ان لسه ما خدناهاش بس لازم افهمك بقى. لو جاب الفعل بالتي دايما، يعني لو كانت جفالن يعجب ده كيف عجب، لو كانت الفعل جفلت كده بالتي، لو الفعل بالتي يبقى اللي جاي مفرد. اعرف ان الكلمه اللي جاي مفرد. كيف عجبتك لازم يقول ماين، ماين بس. ساعتها كنت انت تقول بقى، تبقى انت حافظ ان تسمع قريتها بس، فساعتها كنا عوضنا باس ديت عشان الفعل بالتي. امال لو جاب لك الفعل بالين يبقى الكلمه اللي جايه نفس الكلمه تمشي مفرد وجمع. مفرد لو مع الفعل بالتي، امال جمع لو الفعل معاها بالين. فجاب لك الفعل بالين عشان انت تتخدع وانت حفيظ بقى تفتكرها مفرد بس، تفتكرها حجره، وهو جابها لك حجرات في الجمله يا عبيط. فهنا بقى ما عوضش باس عشان مش قريتها رص، هنا قريتها دي الجمع، دي الجمع، يبقى عوض بزي هم الجمع. بقت حجرات جمع يا حبيبي. يبقى انا الكلمات اللي في المفرد وفي الجمع شبه بعض. طبعا دي في ثالثه ثانوي بقى هيخدعك بيها كتير، في قواعد كتير هناخدها في ثالثه ثانوي. لازم نقول لك خلي بالك، بص على الفعل بالتي ولا بالاي ان. لو بالتي يبقى مفرد، امشي حسب الاداه في المفرد، لكن لو جمع بالاي ان يبقى اعوض بزي هم الجمع على طول عشان قالتها دي الجمع. تمام تمام. اللي بعديها فيش ميكت دير كيف عجبك دير كوخن. ايه ده دير كلمه قالتها دير، دير كوخن قطعه الجاتوه، دير يبقى عوض عنها بايه على طول. Ist das Frau ندى؟ هل هذه فراو ندى؟ ايه ده فراو ندى؟ فراو ندى مفيش كومه. هل هذه فراو ندى؟ ومفيش كومه، يبقى عايز اقول ايه حضرتك؟ لا هي. طب هنا يا داس ايست جت في نص الكلام او في اخر الكلام، ما تاخدش الكبيره بقى، خد هذه هي الصغيره. يا داس زي هذه تكون داس ايست زي هذه تكون هي عشان مفيش كومه. هي است اين هوتيل، هنا في اوتيل. واحد عارف الهوتيل قالته ايه؟ بس يبقى عوض عنه باس. الله ينور عليك. السيست تول هو زي الفل، تول يعني رائع او زي الفل. ده كيزه الجبنه. ايه ده؟ دي كلمه قالتها دي خلاص خلصت. قطعه الجبنه هي است فريش، فريش يعني طازه. قطعه الجبنه دي طازه، قالتها دي مذكر. واحد يقول لي هي، لا دي هناك الجبنه مذكر، يبقى عوض عنها بايه؟ است او خزيع ليكا، ده هي كمان لذيذه بس مش هي بقى هو، عشان بالالماني تبقى قطعه الجبنه قالتها دي يبقى عوض عنها بايه هو المذكر. Ich habe drei Geschwister. Ich habe drei Geschwister. انا عندي drei Geschwister، ثلاث اخوات مخلطين بقى بنات على صبيان. كلمه Geschwister كلمه جمع، اعوض عنها بهم. عندي ثلاث اخوات يبقى زي هم، وجت كبيره عشان بدايه الجمله. زي زين نوخ شيلر هم لسه تلاميذ، ثلاث اخوات بس لسه في بيدرسوا. woher sind sie من اين تكون حضرتك او حضرتك، عكس حضرتك او حضرتك اقول حضرتي، اقول انا. يبقى ايش مين انا اكون aus دويتشلاند من المانيا. هي از داس هوتيل جاب كلمه ترص، يبقى عوض عنه باس است تول هو زي الفل. دي كده الاولاد او الاطفال كلمه جمع، اعوض عنهم ايه؟ زيند ام جارتن الاولاد في الجنينه. يبقى عايز اقول هم بيلعبوا هم، يبقى زي هم وجت كبيره عشان بدايه الجمله. زي شبيلن فوسبال هم بيلعبوا كوره. ده كازي است هي فريش، نفس الجمله الجبنه قالت هديه، است فريش يبقى عوض عنها بايه هو المذكر. يا است اوخ نيشت تويا هي ليست غاليه، عشان ده هديه عوضنا عنها بايه. ده است der سوبر ماركت، السوبر ماركت قالت هديه. Das ist سوبر ماركت، السوبر ماركت قالت هديه يبقى عوض عنها ابا ايه. ديت السوبر ماركت، لكن است ziemlich teuer. هو دوت بيقول له هنا السوبر ماركت دوت بس هو بصراحه غالي. بقى ايه است ziemlich تقريبا teuer يعني غالي.
Wie viel kosten بُص، ما جابش الفعل بالT، ده جاب الفعل بالEN. Wie viel kosten 3 كيلو؟ كم يتكلف 3 كيلو 3 كيلو طماطم؟ 3 كيلو يا جدع، يبقى هي والّا هو والّا هم ال3 كيلو دول اللي بيكلفوا كام؟ يبقى هم، يبقى هنا هم kosten بيكلفوا 4 €، 4 يورو، وجبنا sie كبيرة عشان بداية الجملة. Das ist meine Familie، ديّة meine Familie عيلتي. قلنا كلمة Familie مفرد مؤنث نعوّض عنها بsie هي. طب جات كبيرة ليه؟ عشان بداية الجملة. ديّة عيلتي sie ist international، هي international عالمية، يعني عيلة بقى عيلة عالمية، عيلة روتشيلد. ما علينا. Deutschland und Polen، ألمانيا وبولندا sind Länder، بيكونوا Länder بلاد. ألمانيا وبولندا بلاد، دول، دول بلدين بس ما فيش كوما ولا يبقى بلدين ولدين يبقى هم. واحد يقول لي اي بلدين يبقى يا ابني بلد واحد، لكن دول المانيا وبولندا يبقى اعوض عنهم باس؟ لا، اعوض عنهم بزي، هم الجمع وجات كبيره عشان بدايه الجمله. زي ليجن ان اوروبا، هم يقعوا في اوروبا. نكمل يا جماعه مع بعض بقيه الجمل ديت اهوت. الجزء اللي بعديه ماين هاوس بيتي هات فيها فونونجن، في 4 شقق، 4 شقق، يبقى اعوض عنهم بزي، هم زين ابا شمال، لكن هم شمال، شمال عليك، ضيقين، ضيقين عليك، شمال يعني ضيقين يعني. هي ist keine Toilette، هنا مفيش تواليت. كلمة تواليت قالته دي المؤنث، يبقى عوض عنه بإيه؟ بزي، هي المؤنث، لأن حافظ الأداة. تمام. زي ist im zweiten Stock، هنا مفيش تواليت، ده هو التواليت موجود في الدور الثاني. في شمكت دي كيف عجبك نقط اسن الأكل؟ إيه ده عوض بإس، يبقى أجيب أنا الأداة إيه؟ داس اسن. كيف عجبك الطعام؟ نقط جارتن الحديقة است كلاين صغيرة، ده عوض بإير هو، يبقى الأداة بتاعت إيه؟ دير مذكر، عوض عنها بإير. تمام. فو فونت هالة، أين تسكن هالة؟ أنا مفيش كومة، يبقى هي هالة، يبقى عايز أقول زي هي. طب جت كبيرة ليه؟ عشان بداية الجملة. أين تسكن هالة؟ زي فونتين ألكسندرية، هي ساكنة في اسكندرية. إستاس دي إيميل، إيه ده جاب كلمة قالتها دي. هو دوت الإيميل فون بيتا، هو ده الإيميل بتاع بيتا؟ قال له يا داس، دي ايميل، يبقى عوض عنه بزي هي. الايميل قالته دي مؤنث، يبقى عوض بزي المؤنث. ما تقولش هو، عشان عندنا ما تقارنش المصري بالالماني، الالماني عندهم الايميل مؤنث يبقى زي هي المؤنث. دي كلمه قالتها دي المذكر. دافع زيها التلفزيون است نوي، التلفزيون ده جديد، يبقى عايز اقول دي اعوض عنه بايه؟ هو است نيشت زو تويا، هو ليس غالي. كده انا خلصت معاك الجزء الاول اللي هم الضمائر الشخصيه، ده في المحاضره التاسيسيه الاولى. ضمائر الشخصيه يا جماعه اللي خدناها دلوقتي، ازاي اعرف الضمير في الجمله قبل بقى ده كل ده لسه الجزء الاول من المحاضره التاسيسيه الاولى. عرفنا ضمائر الشخصيه، وعرفنا ازاي نعرف انا وهو وهي وحضرتك وانتم وهم والكلام دوت، وعرفنا وخدنا جمل بالهبل عليهم هم، حليناهم مع بعض في المحاضره اللي نزل حضرتك مجانا. انتظر معايا الجزء الثاني ان شاء الله، نخش في تصريف الافعال المنتظمه اللي هم الراجل مسك فاب، ازاي اصرف الافعال المنتظمه التصريف والضعيفه. وبعد كده ان شاء الله يبقى خلصنا الجزء الاولاني، وبعد كده ننفصل بقى في الجزء الثاني، تانية ثانوي لوحدهم على اللي هم هيشتركوا معانا على المنصه، وثالثه ثانوي لوحدهم برضو اللي هيشتركوا معانا على المنصه. وبعد كده تعرف تفاصيل المذكره، شحن المذكره هتبقى طبعا معانا عن طريق الرقم اللي وريناه لكم في الاول المحاضره. الرقم دوت اللي هو 012 2 61 40 384، ده الرقم اللي حضرتك هتتصل بيه بتاع الدعم هير احمد الشرقاوي. واتساب، تبعت لنا على الواتساب حضرتك، هيرد عليك الدعم يعرفك تفاصيل ان شاء الله ازاي تشحن المذكره اللي هتشتغل معانا طول السنه بيها في المرحله بتاعتك. نخش على الجزء الثاني من المحاضره التاسيسيه الاولى. ده بقى الجزء الثاني يا جماعه معانا في المحاضره التاسيسيه الاولى، اللي هم دي فيرب الافعال او الفيرب كونيجاسيون، تصريف الفعل. ازاي اصرف فعل في اللغه الالمانيه؟ انا دلوقتي عرفت الضمائر، عرفت انا وانت وهو، وامتى اقول نحن وهم الله يكرمك يا هير، عرفتنا الضمائر كويس. عايز بقى اصرف اي فعل مع اي ضمير من الضمائر اللي انت عرفتهم لنا دولت. طب الافعال في الالماني بتنقسم لجزئين: افعال ضعيفه اللي هي شفاخن فيرب او ريجل ميسك فيرب، وافعال قويه او شاذه التصريف اللي هي شتاكن فيرب او ريجل ميسك فيرب. تمام كده يا جماعه؟ يبقى في عندي افعال ضعيفه، افعال شاذه او قويه. طيب هنمسك النهارده بقى في الجزء الاولاني من المحاضره التاسيسيه الاولى الافعال الضعيفه. نفهم بقى الافعال الضعيفه ديت يا جماعه مع بعض، ونفهم ازاي نصرف اي فعل في الالماني. في قاعده بتقول لي
اي فعل في الالماني قبل ما تصرفه يا استاذ لازم ينتهي في المصدر. اي فعل في الالماني بينتهي يا اما بالان يا اما بالاي ان. طب اللي بينتهي بالان عندك في المنهج يكاد يكون ما فيش افعال، فعل او اتنين، ولما يجي وقتهم هنقولهم لك. لكن 99.9 من الافعال اللي في اللغه الالمانيه واللي عندك في المنهج كلهم بينتهوا في المصدر. قبل ما تصرف الفعل في المصدر كده تفتح القاموس تلاقي الفعل بالاي ان. طب وعشان اصرف الفعل تشيل منه انت الاي ان، يتفضل معاك اصل الفعل بقى كده. الفعل لما تشيل منه الاي ان انت بقى اللي انت حافظه دوت بالاي ان، تيجي تصرفه تشيل منه الاي ان وتبدا بقى تصرفه مع كل ضمير، تاخد انت الاصل منه بقى وتقعد تصرف. هو احنا عندنا كده في العربي؟ احنا عندنا في العربي ضماير اهي. ابص كده، تعالى اخدك بالعربي وبعد كده انقلك بالالماني. عندنا انا وانت، ايه ده زي ايش ودو، وعندنا هو وهي ونحن، ادي ضماير ايه. بنقول للالمان تعالوا يا المان، انتوا عندكم ضماير ما حدش احسن من حد، واحنا عندنا ضماير برضه. انتوا بتصرفوا الفعل ايه؟ الفعل في المصدر عندكم بينتهي بايه يا المان؟ قالوا لنا بينتهي بالان وليه؟ قالوا لنا لهم احنا بقى عندنا بيبدا في المصدر باليه والته والنون، وكل في الغالب 99.9 بيبدا باليه. يلعب، يذهب، يجري، ياكل، يشرب، مش عارف ايه، ياخذ، مش يضرب، اي حاجه بقى. وليكن عندي فعل اسمه يلعب اللي بنقوله على طول دايما ده. عايز اصرف الفعل ده، الله، عايزين نصرف الفعل ده كده في المصدر. عشان نصرفه نشيل منه زي ما انتوا بتشيلوا الين، احنا بنشيل اليه، بنشيل اليه من الفعل. فبقى اصل الفعل عنده لعب. ونقول لهم تعالوا بقى يا المان نقعد ننزل بقى لعب، لعب، مع كل الضمائر نكتب لعبه. ايه ده يا استاذ احنا نهزر؟ نقول لهم كده عشان لسه بيتعلموا بقى، لسه بياخدوا بقى ازاي يصرفوا فعل بقى ضعيف في العربي. ونقول لهم خلي بالكم عندنا الضمير انا ده بياخد دايما مع اي فعل الف ثابت. اي فعل بقى ضعيف، العب، اذهب، اجري، اكل، اشرب، اي فعل تشيل منه اللي تحط مع انا الف ثابته، انا بتاخد الف دايما. طب وانت تاخد ته دايما، انت تذهب، تجري، تلعب، كده. طب وهو تاخد يه دايما، يبقى هو يلعب وهكذا. طب وهي تاخد ته دايما، ونحن تاخد نون، نلعب ده. يا هير احنا بنقعد نفهمهم الحاجات، نفهمهم كده بالهبل ده. طب هم لما يجوا يصرفونا بقى، يصرفوا معانا افعال ويفهمونا بالالماني، قالوا لنا زي ما انتوا عملتوا بالعربي كده احنا برضو عندنا كده. قلنا لكم تعالوا يا مصريين، تعالوا يا المان، اهو وقلنا لكم عندنا زي ما انتوا عندكم انا وانت عندنا ضماير، ايش انا ودو انت، وعندنا اير واس وزي اللي هو الضمير هي وشي وات، واخدنا دول المفرد. جمع ايش انا فير نحن، جمع دو انت اير انتم. طب جمع هو وهي ديت جمعها زي هم وزي الكبيره اللي هي بمعنى حضرتك. يعني عندنا ثلاثه في المفرد وثلاثه في الجمع. تمام. انا جمعها نحن، انت جمعها انتم، هو وهي والمحايد جمعها زي هم الصغيره دي وزي حضرتك الكبيره دي او حضراتكم. ايه ده زي ما انا وهو قالوا لنا تعالوا بقى عايزين تصرفوا اي فعل ضعيف. اي فعل عندنا في الالماني بينتهي بالاي ان مثلا. معظم 99.9 من افعال اللغه عندكم في المنهج بالاي ان. ولكن عندنا فعل ايه؟ اي فعل بقى كومن، الله اسهل فعل او اللي انتوا عارفينه، كل الناس عارفه فعل كومن. تعال نشوف فعل كومن كده. كومن يعني ياتي، بينتهي بالاي ان. فعل اسمه شبيلن يعني يلعب، حلو قوي. شبيلن يعني يلعب، انتهى بالاي ان. فعل اسمه ماخن يفعل، ماشي. الافعال دي كلها مالها شبيلن وكومن، والافعال دي مالها قال لك اهو شبيلن انتهوا بالاي ان. زي ما انتوا بتشيلوا اليه، زي ما انتوا شلتوا اليه جبتوا لنا اصل الفعل كده شلتوا اليه علامه المصدر، احنا برضو بنشيل بالالماني الاي ان، بنشيل بالالماني الاي ان دي بقى اصل الفعل عندي كوم. شبيل. كده الفعل بقى جاهز زي لعبه. تعالى صرفولي ونقعد نكتب بقى كم. يا سلام الحاجات الحلوه دي. كم ماشي زي لاعب كم، او شبيل شبيل نقعد نكتب بقى ايه كم. ماشي. وبعد كده كم، وبعدين يا هير انت عامل تقول لي بقى كم ولا نص كم والقلش الهبل اللي انت عمل. بعد كده بقى قالوا لنا خلي بالكم بقى مصريين، زي ما انتوا انا بتاخد الف دايما مع اي فعل، احنا عندنا في الالماني ايش بتاخد دايما ايه مع اي فعل. ودو بتاخد دايما اس تي مع اي فعل. وار واس وزي واي شخص مفرد هتقول عليه هو وهي، اي مفرد ار واس وزي ياخد تي مع اي فعل. ايه ده؟ يعني بقى عندنا ايه مع ايش دايما، دو بتاخد دايما اس تي، ار واس وزي بتاخد دايما تي، المفرد كله اي حد مفرد ياخد تي. طب فير نحن بتاخد دايما مع الفعل اي ان، بقت كومن، فيع كومن.
بالاي ان اهي. طب وايه تاني بياخد اي ان؟ قال لك زي هم وزي حضرتك برضو الاخيره دي بتاخد اي ان. وساعات الكتب بيكتبوا لك، مش ساعات، ده كل الناس بتكتب فير وزي وزي مع بعض، فير وزي هم وزي حضرتك بيكتبوهم جنب بعض، مش بيفصصوهم كده. انا مفصصهم لك عشان اعرفك التصريفات اللي احنا عرفناها من الالمان. انا جمعها نحن، وانت جمعها انتم، وهو وهي جمعها هم، ضمير ثلاثه ضمير ثلاثه. لكن الكتب كلها بتكتب الاثنين اللي في الجمع دول مع بعض، فير نحن وزي هم وزي حضرتك بيكتبوهم جنب بعض اهو، فير وزي وزي، عشان كلهم بياخدوا اي ان. لما بيكتبوهم بقى كده بيصنفوهم كده، عايزين يختصروهم يعني. طب وقالوا لنا اير انتم، اير انتم بتاخد دايما مع الفعل تي. واحد يقول لي الله، طب احنا هنا ضمينا فير نحن وزي هم وزي حضرتك مع بعض الاثنين بياخدوا ايه ان هم، طب ليه ما ضمناش الاثنين اللي بياخدوا تي؟ ار واس وزي تاخد تي، واير انتم ديت بتاخد تي، ليه ما خدناهمش الاثنين تي مع بعض؟ مين يقول لي بقى؟ الله ينور، في ناس فاهمه. واحد بيقول لي عشان دي حاله المفرد هو وهي، ودي حاله انتم الجمع، لكن هنا كان الاثنين دول جمع، نحن وهم وحضراتكم دول جول لهم في الجمع، فخدوا اي ان، بنضيفهم دايما مع بعض عشان عمرهم ما بيتغيروا، مع اي فعل ياخدوا اي ان. لكن هنا دول الاثنين دول بالتي، ما ينفعش اجيبهم دايما مع بعض، لان دي حاله المفرد ودي حاله الجمع، هيجي افعال هتلاقيهم ما بياخدوش زي بعض. فانت ما تقعدش كل ما تشوف اير انتم واير تضمهم مع بعض، لا يا حبيبي، عشان دي حاله دي حاله ودي حاله، لكن الاثنين دول كانوا في الجامعه فدايما بنجيبهم مع بعض. فهمت السبب ليه ما بنجيبهمش مع بعض؟ ليه ما بنقولش في كتب ار واس وزي واير انتم مع بعض؟ ما ينفعش، ما ينفعش. واحد يقول لك طب في الافعال الضعيفه نجيبهم، وفي الافعال انت هنقعد بقى نلخفن بعض، هم ما ينفعش، وراح دماغك من الاول، مع انهم الاثنين بياخدوا تيب، بس خلاص بقى ما ينفعش نضيفهم مع بعض في ايه، في كل الضمائر. طيب، في كل تصريف الافعال يعني. طيب، آه ادي اهو، بقى عندي بقى ايش بتاخد ايه دايما ثابته، دو دايما بتاخد اس تي، ار واس وزي، واي حد مفرد هو وهي وابويا واخويا وصاحبي وابني وعمي واحمد وعلي وهاني وهير احمد مفيش كوما، وفراو ندى ومفيش كوما، هو وهي ياخدوا تي. فيا نحن دايما بتاخد اي ان، وزي هم وزي حضرتك دايما بتاخد اي ان، وير انتم دايما بتاخد تي. تمام. بقى عندي الاغنيه اللي هقولها دلوقتي ديت، بقى احفظ معايا الاغنيه ديت، اللي انا بقوله لك دوت غير اللي مكتوب هنا، ده احسن. ده انا كده فصصت لك الضماير، ثلاثه في المفرد وهم الثلاثه بس في الجمع. بقى عندي الاغنيه اللي بنقولها دايما ديت، اللي هي اي اس تي تي اي ان تي اي ان، اي اس تي تي اي ان تي اي ان، اي اس تي تي اي ان تي اي ان. اهو بنعيد تاني، اي اس تي، تمام، بنعيد بقى تي اي ان تي اي ان، بنعيدها مرتين اهي. ما جيش حد بقى يقول لي الله اي اس تي اي اي ان ايه، اقول له انت هنهزر، احنا هنهبل بقى، اغنيه هبله احفظها ايه، اي اس تي تي اي ان تي اي ان، اي اس تي تي اي ان تي اي ان، هنطبل وهنلوش، ما علينا يعني، احنا كنا بنحفظها كده. ما يجيش بقى يا فرحتي انت حفظت الاغنيه الهبله الهطله اللي احنا عاملين نقولها ديت وبتلوش هنا في الضماير بقى، عامل لي دو مكان فير واير مكان ايش، تبقى مصيبه سودة. لازم تحفظ الست ضمائر دول بالترتيب، الثلاثه اللي في المفرد وهم الثلاثه اللي في الجمع، عشان تمشي معاك الاغنيه كده. تخش الامتحان، كنا زمان نقول لهم، كان الامتحان بيجي كتابه، دايما زمان ما كانش الامتحان بيجي اختيارات، كان يجي كتابه. كنت اقول للطالب اول ما تخش يا ابني اكتب ايش جمعها فير، دو جمعها اير، ار واس وزي المفرد جمعها زي هم وزي حضرتك، واكتب قصاد الاغنيه اي اس تي تي اي ان تي اي ان، وسيب القلم وقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بقى الامتحان يجي لي كويس. فيجي في الامتحان يقول لك علي كومين، يجيب له بقى تصريف افعال، علي كومين ولا كومست ولا كومت ولا كومي، المهم يعني بقى اوس كايرو او اوس اليكس جاي من اسكندريه مثلا. فيجي في الامتحان بقى الولد علي ايه ده، وصعبها عليه بقى، فالولد بقى يقعد يقول ايه انا مش فاكر، انا نسيت رهبه الامتحان، ضاع منه مش فاكر. بس هو اول ما دخل كتبهم كتبهم في الورقه في اخر الورقه، ولا كتبهم في حته ظبطهم اللي هم ايه اس تي، كتب الحاجات دي الضماير وكتب قصادها كده، وراح جه بقى، بس هو شغل دماغه بقى، علي ده مفرد يعني عوض عنه بهو، هو بتاخد ايه اس تي، لا يا افتكر انا اعصابي باظت، اي مفرد علي وهاني، تاخد ايه، ايه اس تي، انا كاتبها من الاول الحمد لله، كاتبها في اخر الورقه او كاتبها في اي حته، يبقى علي كومت ياتي او سكايو او اليكس. طب افرض قال لي بقى هاني
und علي، هاني وعلي كومين ولا كومست؟ ايه ده؟ هاني وعلي اعوض عنهم بايه؟ عني هو هاني وعلي هو ده هم الاثنين دول بعيد عني، دول بلدين ولدين، اتنين يبقى بعيد عني مثنى هم. طب هم بتاخد ايه؟ انا نسيت. ايه شو دول؟ افتكر كاتبهم انا الحمد لله زي هم. كانت بتاخد ايه؟ يبقى علي وهاني كومين ياتوا او يبقى انت كده عرفت الاغنيه ديت اللي انت قلناها ديت مع تصريف الضمائر. لازم تبقى عارف الست ضمائر بالترتيب كده. طب انت احترفت بقى وخلاص عرفت، عايز بقى تكتب فير وزي وزي جنب بعض وتعملهم بالاي ان، تبقى مش هتبقى اغنيه بقى، هتبقى ايه اس تي تي اي ان تي اي هبل بقى. المهم انت تبقى عارف ان كل ضمير بياخد ايه. تعال نصرف كده. مين يصرف لي فعل فراغن يسأل دوت؟ سهل قوي. هنشيل الاي ان، ايش هتاخد ايه؟ اكتب فراغ وبعد كده احط الايه؟ ايش فراغي مع دو هتبقى فراغ يسأل فراغست. طب مع اير واس وزي هتبقى فراغت هو بيسأل. طب مع فير وزي وزي نحن وهم نحن وهم وحضرتك هتبقى شبه المصدر فراغن، رجع الفعل بالاي ان. طب مع اير انتم دايما ناخد تي، اير انتم فراغت، انتم بتسالوا فراو كذا، بتسالوا هير احمد، بتسالوا كده. سهل قوي بقى تصريف اي فعل. طب فين الافعال المقرره علينا يا هير اللي هي بتشيل منها لي ان وتحط لها الاغنيه بتاعت ايه اس تي تي اي ان تي اي ان، بتحط لها الاسطمبه دي؟ فين الافعال الضعيفه اللي هي الافعال المنتظمه التصريف اللي بتاخد دايما نفس النهايات ثابته كده مع الضمائر ديت؟ فين هم؟ اهم الافعال اهم. تعال شوف بقى. كومين يعني ياتي، خينكن يعني يشرب، دانكن يعني يشكر، زاجن. هتقول لي صاجن؟ صاجن ده في الفرن يا استاذ. زاجن الاس في اول كانت زد. زاجن يعني يقول، فراجن يعني يسال، بوخش طبيغن. بوخش طبيغن مش هنطلق مصري بقى تحت بير السن تبقى مصيبه. بوخش طبيغن. بوخش طبيغن يعني يتهجى. الار هنا يقلبها غين. الله، مش انت عاملها عين لو ما فيش وراها حاجه او ساكن؟ ساكن وراها ساكن وراهاش حاجه اعملها عين خفيفه. امال امتى اقلبها غين؟ لو جه وراها متحرك اقلبها غين على طول. بوخش طبيغن، لا بوخش طبيغن كانك بتقول غين. تبقى انت بتنطق زي الالمان. بوخش طبيغن. بوخش طبيغن زي بيت ايه؟ غنامن استهجى اسمك. بوخش طبيغن. هيرن. هيرن يعني يسمع. ماخن. ماخن يعني يفعل. والسي اتش لو جت بعد الا او الاو او اليو، الاو دوت تتنطق خ بعد الثلاث حروف دولت بس تقلبها خ. جت بعد الا اقلبها خ. هتقول لي ماشين، اسمها ماخن يعني يفعل. بغاوخن هنا جه وراها حرف متحرك يقلبها غين. بغاو ودي نطقت خ عشان جت بعد الاو. بغاوخن يعني يحتاج. غاوخن. شرايبن. شرايب. انا هنطلق شرايبن ده ما فيش النطق ده غلط خالص يعني. شرايب يعني يكتب. ودايما الحرف البي لما بيجي وراه ان بيضغموا الاي ان كان بقول ام كده. شرايبن. شرايبن ده النطق الالماني. لكن انت تقولها شرايبن، ده شرايبن دي تروح انت شرايبن اي حاجه ساعه ولا اي حاجه. وحد يقول لي شرايبن. شرايبن يعني هي شرايب. شرايب يعني يكتب. شرايبن. طيب ليبن مش ليبن. قلنا البي لو جه وراها ان اضغمها كانها ام. ليبن. ليبن يعني يعيش. شميكن. شميكن يعني يتذوق. فليجن. فليجن يعني يسافر. فلاي يعني يسافر بالطياره جويا. شتوديرن. شتوديرن او شتوديرن. شتوديرن يعني يدرس في الجامعه. شفيمم. شفيمن يعني يعوم او يسبح. عندي بعد كده كين. كين يعني يذهب. الجيف في اول الكلام بيجيبوها كانها قاف شويه او كيف. كين يعني يذهب. بلايبن. بلايبن يعني يمكث في مكان. بلايبن يمكث في مكان. فيشتيهن. فيش الار هنا ما كانها مش موجوده. ليه؟ عشان لو جه وراها ساكن كانها عين صغيره كده. فعل. فيشتيهن. فيشتيهن يعني يفهم. بيشتيهن يعني يجتاز الامتحان او يجتاز اي حاجه ينجح. بيزوخن يعني بيزوخ بيزور حد يعني. بيزوخن بيزوخ زميل بيزوخ حد. بيزوخن يعني يزور. بشرايب خلي بالك عندي شرايبن يعني يكتب. شرايبن. امال بشرايبن. بشرايبن بقى لو دخلنا على فعل شرايبن يكتب ده مقطع بيه بقى فعل تاني خالص بقى يوصف. بشرايبن يعني يوصف. يصف لحد الطريق يوصف له حاجه. سيلن. زد وده حرف الآ بس عليه أملاوت. الآ مش تصا. لما يتحط عليه نقطتين رجعوا ايه بالانجليزي. سي والاتش هنا مش هتتنطق عشان وراها حرف ساكن كانها مش موجوده. سيلن يعني يعد او يحسب. اكلي كان الارض مش موجوده عشان وراها ساكن. اك على طول. اكليرن. اكليرن بس طولها شويه. اكليرن.
اكلي، ودي وراها شوف هنا وراها ساكن ما نطقناهاش، اك على طول. لكن ديت تنطق غين عشان وراها متحرك. اكليغن، اكليغن يعني يشرح. زوخن، السي اتش اتنطقت خاء عشان جت بعد حرف الاو. زوخن يعني بيزوخ على الحاجه يا عين لما يبحث عنها. زوخ انت بقى ابحث عنها في الحاجه، زوخ عليها. زوخن يعني يبحث. وانا بحاول اديك نطق، قلت لك افتكر اكتب على اليوتيوب كده تعلم نطق في اللغه الالمانيه. عايز توصل هتلاقيني من الناس اللي الحمد لله طلعت لك في الاوائل كده. عايز تكتب تعلم النطق في اللغه احمد الشرقاوي، هيطلع لك جزئين، جزء اول وجزء تاني. عيش معاهم بقى واستمتع ان شاء الله بتعلم نطق اللغه الالمانيه. كاوفن يعني يشتري. فوتوغرافيرن، فوتوغرا ده اتنطقت غين عشان جه وراه متحرك، وده برضه غين عشان وراه متحرك. فوتوغرافيرن، فوتوغرافيرن يعني يصور. اجنسن هنا وراه ساكن كده مش موجوده، عين صغيره. اجنسن، اجنسن يعني يكمل، اجنسن يعني يكمل، يكمل الجمله، يكمل الفراغات. ليجن، ليجن يعني يقع، مش يقع حد على الارض يا ابني، لا لا، يعني الموقع. فوليكت اسماعيليه اين تقع، فوليكت كايرو، فوليكت دوتشلاند اين تقع المانيا، الموقع يعني. شبيلن، شبيلن يعني يلعب، او ملعب، او الالات الموسيقيه. شبيلي جيتار، انا شبيلي جيتار انا بلعب جيتار. شبيلي كلافير انا بلعب بيانو. مع الحاجات دي بتيجي برضو مع يعني يعزف او يلعب آلة موسيقيه يعني. زوفن، زوفن يعني سيرش، يتصفح في الانترنت، والار هنا مش هتتطق عشان وراها ساكن سكنها. زوفن، زوفن يعني يتصفح في الانترنت او يبحث يعني عن حاجه في الانترنت. مين يحل الخمس جمل دولت؟ ايش نقط دويتش خلصت. ايش بتاخد ايه؟ ايش لان دويتش. مش عارف ليه مبكسله شويه بس يلا. فوهير نقط هير نادر. كده واحد يقول لي هير نادر يبقى حضرتك، اقول له انت عبيط، مفيش كومه. هي نادر هنا يعني معناه هو مفرد، والمفرد دايما ياخد تي، المفرد دايما ياخد تي عشان بعوض عنه بإر هو، وإر وإس وزي بتاخد تي. يبقى فوهير كومت، عشان إر وإس وزي وأي مفرد أهي أرجع لك تاني. إر وإس وزي بتاخد، والمفرد دايما ياخد تي، المفرد دايما ياخد تي. فوهير كومت هي نادر. فرانكفورت دي مدينة واحدة مفرد، بعوض عنها بإس وإر وإس، ار واس وزي المفرد، اي حاجه مفرد، بلد واحده، ولد واحد، بنت واحده، تاخد تي. فرانكفورت ليكت تقع in Deutschland. فو نقط اير، ده جاب اير انتم. طب ما اير انتم بتاخد ايه؟ ده اير انتم هي هير بتاخد تي، اير انتم دايما بتاخد تي. يبقى هنا عايز اقول فو فونت اير اين تسكنوا انتم. فوهين الى اين نقط زي حضرتك، وعمل كومه وقال يا فراو ايمان. الى اين نقط حضرتك يا فراو ايمان؟ قالت له نخ هاوزي الى المنزل. الى اين تذهبي حضرتك؟ الله، ده زي حضرتك وحضرتك بتاخد ايه؟ ده فير نحن وزي هم وزي الجمع وزي حضرتك، زي هم الجمع وزي حضرتك وحضرتك بتاخدوا ايه ان دايما. ما انت لازم تبقى عارف بقى الكلام دوت. يبقى فوهين جيهن زي الى اين تذهبي حضرتك يا فراو ايمان. كده خلصنا، عرفنا ازاي نصرف الريجل ميسج فيرب، افعال منتظمه التصريف، او الشفاخن فيرب افعال الضعيفه. نخش في جزء صغير كده، قاعدتين هبل كده عليهم برضو، اللي هم بياخدوا ايه اس تي، في حاجات كده صغيره هنقولها ونبقى بعد كده نحل عليهم. يبقى خلصنا الجزء الاولاني، الكورس التاسيسي او المحاضره التاسيسيه الاولى اللي نزلها لكم على اليوتيوب وعلى منصه بصلك مجانا. طيب، في قاعده بتقول لي بقى، اي فعل يا ابني، اي فعل يا بنتي يا استاذه، لما تشيل منه ليه ان لقيته انتهى بحاجه من دولت، لقيته انتهى بالاس تست، او لقيته انتهى بالاس، او لقيته انتهى بالتست حرف الزد، او انتهى بالاكس، الحاجات اللي فيها اس دي كلها، بس بعد ما تشيل منه ليه ان، بعد ما تشيل منه علامه المصدر دي، لقيته انتهى بحاجه من دولت. اما تيجي تحط الفعل ده مع دو، ما تحطش اس تي. ليه ما احطش الاس تي؟ لان هو اصلا نازل لي جاهز فيه اس، فبالله عليك ينفع احط له اس تاني ولا احط التي على طول؟ يعني بالله عليك اهو، تعالى شوف. فعل هايسن شلت منه الين، مع ايش هايسي حطيت الايه. طب مع دو بقى، انا كتبت هايس لغايه هنا، شلت الين اهو، شلت الين ديت. ايه ده؟ بالله عليك ينفع اقول كده؟ ينفع مع دو اقول هايس كده، شلت الين واحط الاس تي؟ ايه يا عم، اذا كان الفعل، اذا كان الحرف ده اسمه اس ست اللي عامل زي البي وعصايته الطويله اللي تحت ده حرف ده اسمه اس ست، ده اصلا بيتفك، او مش حرف اس يعني بيتفك باتنين اس،
بيتفك اصلا يعني لو انت عندك كيبورد وبتكلم واحد الماني ومش معاك الاختصارات، مش عارف الكيبورد بتاعتك ما فيهوش الحرف دوت، ممكن تكتب له هايست بالدبل اس، اكتب له 2 اس في الفعل، هيعرف ان انت الكيبورد بتاعتك ما فيهوش الحرف فانت فكته له. فالاس ست ده بيتفك ب 2 اس. بالله عليك، يا هو فعل اصلا نازل لي جاهز فيه اس، اجي معدوع احط له اس تي؟ لا، تحط التي على طول. ومع المفرد ار واس وزي واي حد مفرد بناخد تي، فبقى شبه بعض. استثناء عشان احنا شلنا الاس معدوم، حطينا التي على طول عشان الفعل جاهز نازل لي بحاجه فيها اس. دي القاعده اللي عايز اقولها لك، قاعده هبله. اي فعل فيه اس او اس ست او ست او اكس والحاجات دول لما معدوه ما تحطلوش اس تي، حط له تي بس بدلا من الاس تي، حط تي بس عشان هو اصلا فيه اس في نطقه، مش محتاج تحط له اس تاني. تمام. عيش على كده بقى الافعال دي المقرره عليك تحفظهم. رايزن يعني يقوم برحله، يسافر لرحله يعني. شيل الين انتهى بالاس، خلاص معدومه تحطلوش اس تي، حط التي بس. شليسن يعني يغلق باب او يغلق الشباك او يغلق الدرج او يغلق الكتاب. شليسن خلاص خلصت، انتهى بالاس ست، يبقى حط التي. دو شليست على طول بالتي بس. زيتسن يعني يجلس او جالس. زيتسن يبقى هنا زيتست معدود، تحط التي بس. بيكروسن، بيكروسن يعني حي حد، يسلم على حد، شيل منه ليه؟ تبقى بالتي بس، بيكروست. هايسن يعني يدعى ويسمى، هايست. بوكسن يعني يلعب بوكس، تبقى بوكست. خلاص خلصت بقى الافعال دي كلها معدود، ما تحطش اس، تحط التي على طول. بس حاجه هبله يعني، قاعده صغيره. والباقي كله بقى وهم برضه بياخدوا ايه؟ اس تي، تي اي ان، تي اي ان. الجزء الثاني من القواعد، عندي افعال. القاعده دي مش هتفيدك بحاجه اللي هقولها دلوقتي، مش هتفيدك بحاجه في منهجك، بس هقولها لك. في قاعده بتقول لي اي فعل ينتهي بالتي او الدي او الان، بعض الافعال يعني معظم افعال اللي بتنتهي بالان، بس هم شالوا الان من منهجك، بقت بالتي والدي بس. اي فعل ينتهي بالتي او الدي مالهم؟ لما تشيل كده الاي ان منهم لقيته انتهى بالتي، لقيته انتهى بالدي، لما تيجي تصرفه مع شويه الضمائر دولت لازم تزود له انت اي من عندك، تزود له اي زياده قبل النهايه بتاعته. يعني دول بتاخد اس تي، لا احط انا له اي، بقت اي اس تي بس، لا اي اس تي، او تحط حرف اي زياده قبل النهايه. طب ار واس وزي والمفرد دولت هو وهي بياخدوا تي، لا مش هنزل تي. الفعل بينتهي بالتي ده احط اي تي مع الضمير ده. طب مع اير انتم، اير انتم بتاخد تي، لا لو الفعل بينتهي بالتي والدي احط اي تي. ليه حطينا الاي؟ عشان حاجه اسمها اسهل النطق، عشان اعرف انطق الكلمه، مش هعرف انطقها الا لما احط الاي دي عشان تخلي في سلاسه في النطق. تمام كده؟ زي مثال فعل ابايتن. ابايتن الار هنا مش هتتقطع عشان وراه ساكن. ابايتن يعني يعمل، شلنا منها لين؟ انتهت بالتي. اما اجي اصرفها بقى ايش ابايت، لكن معدوم بالله عليكم بقى، ما ينفعش هو الفعل انتهى بالتي وتيجي انت تحط له اس تي على طول، ما ينفعش، مش هعرف اقراها. هقول ابايتست مش هتيجي، فانت عايز تريح النطق بتاعك فتقول دو ابايتست. اهي تيست دي انت حطيت الاي دي عشان تسهل النطق، تقول تيست، الاي دي اتحطت وانت مش واخد بالك. دو ابايتست كود او دو ابايتست فيل، انت بتشتغل كتير جدا. او دو ابايتست زي جود، انت بتشتغل كويس جدا. ابايتست هتوضح اكتر مع الضميرين التانيين، المفرد اللي هو ار واس وزي واير انتم، عشان الاتنين دول بياخدوا تي. فلما اجي اقول لك ايه هو، اهو اكتب لي كده، هو بيشتغل ابايت. بالله عليك الفعل انتهى بالتي، وار واس وزي بتاخد تي، انطق الاثنين تي كده مش هتعرف تنطق. يا ابايتت، مش عارف اقول تت، لازم اقول ايه دي عشان اسهل النطق. يا ابايتت، تت دي انت حطيت الاي دي وانت مش واخد بالك، عشان كده بقول لك زود الاي. يا ابايتت هو بيشتغل فون 6 اور من الساعه 6 بيس مثلا 14 اور لحد الساعه 2 الظهر، او من الساعه 8 اور بيس من الساعه 8 لحد الساعه 2 الظهر. مع اير انتم لا، طب مع فير وزي وزي هتبقى عاديه، هو انتهى بالتي حطينا له الايه عشان هي اصلا فيها الايه ابايتن. طب مع اير انتم هتبقى ابايت، وما ينفعش احط التي مع اير انتم، لازم احط الاي تي عشان اقول اربايتت، انتم تشتغلوا من كذا لكذا. اربايتت. طب والقاعده دي تفرق معايا؟ لا، ما انت لو شفت ايش هتاخد اللي فيها الايه على طول، ما هجي لك اختيارات. لو شفت دو هتاخد مش مهم، انت عندك كاتب لك الايه، هتاخد اللي بالاس تي على طول. طب لو هو مفرد هتاخد اللي اخرها تي على طول، مش هتفرق معاك بقى في، مش هتاخد بالك انت ان في الايه دي، هو هيحطها لك في الكلمات وانت مش واخد بالك.
طب مع فير وزي وزي هتاخد اللي بالاي ان على طول. طب مع اير انتم هتاخد اللي اخرها تي على طول. مش هتفرق معاك بقى وعمل لك الاي دي ولا لان مش هتكتبها انت من دماغك، هو بيجيبها لك جاهز. فانت بتاخد الاي والاس تي والتي والاي ان، بتاخد نفس النهايات. عشان كده قلت لك مش هتفرق معاك في حاجه. وفي مدرسين بيشرحوها بطريقه ثانيه، يقول لك الافعال ديت اللي بتنتهي بالتي والدي شيل منها ايه؟ شيل منها الان بس وسيبها بالاي دايما عشان تمشي مع كله بالاي 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 بالاي، فانت شيل منها الان بس. يعني اربايتن اما اجي اصرفه هشيل منه الان بس، يبقى ايش اربايت مع دو هتنزل اربايت كلها بالاي وبعد كده احط الاس تي. طب مع ار واس وزي والمفرد اجيبها بالاي زي ما هي اربايت وبعد كده احط لها التي. اربايت هي بالاي احط لها الين، لا احط لها الاي ان على طول، شيل ما تحطش بقى هنا الاي، انت جيبها شبه المصدر اربايتن. مع اير انتم جيبها بالاي اربايت وبعد كده احط التي. هي مش هتفرق معاك في حاجه زي ما انا فهمتك. تعال بقى شوف القاعده دي ايه الافعال اللي شبهها. فعل اسمه ميتن يعني يستاجر. تعرف ان مقطع فعل لو دخل على فعل في الجمله يدي معنى من وظائفه ان هو يدي معنى العكس. العكس يعني ميتن يستاجر الشقه او يستاجر العربيه من حد. امال في ميتن اللي هو يستاجر ده هو اللي يؤجر شقته لغيره، يؤجر عربيته لغيره. زي فعل كاوفن مثلا وفا كاوفن يشتري. طب لو دخلت عليه مقطع فير يدي معنى العكس، فا كاوفن يعني يبيع. يبقى ميتن يستأجر انتهى بالتي. هيغاتن يتزوج انتهى بالتي. رجنن الدنيا بتمطر رجن انتهى بالان. قلت لك في بالان برضه. في ميتن يستأجر انتهى بالتي. اقعد احفظ بس معنى الافعال دي. هوستن ده فعل عندك في ثالثه ثانوي هتاخده في اول وحده بمعنى يكح. هوستن يعني يكح. فيندن يعني يجد انتهى بحرف الدي. ابايتن يعني يعمل انتهى بالتي. كوستن يتكلف انتهى بالتي. بيلدن يعني مش يبني بقى، يبني جمله، يبني سؤال، يبني مستقبل، يعني يكون جمله. معناه بقى بيلدن ده يكون جمله او سؤال. انا بقول للعيال ما تكتبوش يبني زي الكتب الخارجيه، يكون جمله او سؤال. بيجي معناه عندك في المنهج دايما بيلدن زي بيت اين فراجه كون لي سؤال. بيلدن زي بيت اين ريشتجن زاتس كون لي جمله صح. بيلدن يعني يكون جمله. فاتن يعني ينتظر. اثنين اثنين يعني يفتح وده انتهى بالان. بعدن يعني يستحم انتهى بحرف الدي. دي القاعده الصغيره اللي هي وانت اصلا مش واخد بالك منها، وقلت لك برضه هم بياخدوا ايه اس تي تي والكلام دوت زي ما احنا قلنا. تعالى بقى نشوف الاسئله اللي على اللي احنا قلناه ازاي اصرف الفعل. تعالى نشوف بقى شويه الاسئله دولت ويبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني المحاضره التاسيسيه الاولى. الكورس الاولاني خدناه مع حضرتك. هنحل الاسئله ديت. والمذكره يا جماعه تاني هتبعت على الرقم الواتس دوت 012 2 61 40 40 384 دوت. هنبعت لك شحن البي دي اف او شحن المذكره طبعا بتاع. هيجي لك المذكره الشحن حسب ما احنا هنقول لك بالبريد او كيفيه الشحن الدعم هيعرفك. والمصاريف بتاعه الشحن طبعا ان شاء الله الجزء الرمزي. وتاخد المذكره تصورها انت بقى وتظبطها عندك تبقى معاك طول السنه في اسرع طريقه، او نبعتها لك بالبريد او نبعتها لك عن طريق المكاتب اللي بنبعتها وتشوفها انت بقى تشتغل منها على طول. اول سؤال بيقول لي نقط ايه اوس فينلاند. نقط انتم. واحد يقول لك الله انتم بتاخد تي خلاص يبقى كومت ايه. هل تاتوا انتم من فنلندا؟ ايه اللي عرفني؟ هنكتب الضمائر بقى ايش انا دو انت او اس وزي. بعد كده جمع انا فيا نحن، جمع دو انت ايه انتم، جمع هو هي زي هم وزي حضرتك. الضمائر ايش بتاع الاغنيه اي اس تي تي اي ان تي اي ان. الله ادي الاغنيه اللي احنا عارفينها. اير انتم بتاخد تي يبقى كومت اير. طب الجمله الثانيه ايش انا بتاخد ايه؟ ايش بتاخد ايه يبقى ايش جيهي انا اذهب يدن تاج ان دين كلوب الى النادي. منى und ايش منى وانا. شغل دماغك بقى اي حد وانا يعني نحن يعني في نحن. طب في نحن بتاخد ايه؟ بتاخد ايه ان يبقى منى وانا يبقى شبيلن بنلعب جيرن تنس. هي مولر. ايه ده هي مولر دوت مفيش كوما. ما حدش يقول لي حضرتك اقول لك التعبيط مفيش كوما. ده الجزء الاولاني من المحاضره دي لسه عارفين الضماير. يبقى مفيش كوما يبقى هو يبقى مفرد. واي مفرد ياخد ايه؟ اي مفرد ياخد تي. ايه واس وزي واي مفرد يبقى هي مولا كومت ياتي او اس غايش ياتي من النمسا.
في لانجي كام المده نقط دو، ايه ده جاب دو، يبقى تاخد اس تي على طول. بلايبس دو كام المده بتمكث انت ان اليكس؟ قال له نوت غاي تاجي، فقط 3 ايام. ايش خلاص خلصت، ايش تاخد ايه؟ ايش فونه ان دويتشلاند، انا ساكن في المانيا. مايني كوليجن، اي كلمه بالاي ان يبقى مؤنث مفرد، والمفرد دايما ياخد تي، المفرد دايما ياخد تي. مايني كوليجن، ما دام الكلمه بالاي ان يبقى مؤنث، مفرد مؤنث يبقى مفرد، زميلتي هي تاخد تي. يبقى زوخت بتزوخ يا عيني، بتبحث عن اين تيما ان برلين، بتبحث عن حجره في برلين. اللي بعديها فاس نقط دو، واحد كحول بقى شاف دو قال لك احمدك يا رب، اخد اللي بالاس تي. اقول له انت عبيط، هو انا قال لي دو بس؟ يا تركز يلا. ماذا نقط دو اون داينش فيستا، انت واختك، ده مش انت او انت واختك، ده مش انت بس، ده انت وحد تاني، يعني ما بقتش انت، بقت انتم، بقت انتم الاثنين، يا انتم، يبقى تاخد اس تي، يبقى تاخد اللي بالتي. فاس كاوفت ايه، ماذا تشتري انت واختك او انت واختك. تمام. 1 كيلو ابفل، كيلو التفاح، هو ده 2 كيلو ولا كيلو واحد؟ مفرد، كيلو واحد، كيلو بس. 1 كيلو ابفل، يبقى خلاص اخد المفرد دايما ياخد تي. كوستت بيتكلف غاي ايرو. انا عارف ان الناس بدات تحل، والناس بدات تقول الله والله انا فهمت، جمع لي المحاضره دي بدات احل اهو، فاهم الحمد لله. هيا كارل، مين يحل بقى؟ مفيش كومه، يبقى ايه؟ الناس بتقول لي مفرد صح، يعني هو ياخد ايه المفرد دايما؟ ياخد تي، حتى لو مش فاهم معنى الجمله. هي كارل اخد بالتي. ليبت عايش ان دير تركاي، عايش ان دير تركاي، عايش في تركيا. بيرن ده اسم مدينه عاصمه سويسرا. واحد يقول لي الله اي بلد او مدينه غير اللي تاخد ايه؟ الله ينور، اس. طب واس دي ده بلد واحده مفرد، اي حاجه واحده، بلد واحده، ولد واحد، اسم واحد، يبقى اي مفرد ياخد تي. يبقى بيرن ليك تقع ان داش فايتس في سويسرا، لانها هي عاصمه سويسرا. دي شلع التلاميذ، ده جاب لي كلمه جمع. التلاميذ جمع، يعني عوض عنهم بزي هم الجمع، زي هم الجمع، التلاميذ هم جمع، يبقى ياخدوا دايما ايه ان. يبقى التلاميذ ليرنين بيتعلموا دويتش ان der شوله في المدرسه. انتونس فاميليا، عيله انتون، ده انتون سكيند ابن انتون، عيله انتون. طب ما دي عيله واحده مفرد، عيله واحده، كلمه فاميليا لو دخلت في جمله تبقى مفرد، والمفرد دايما ياخد تي. يبقى عيله انتون فليكت بتسافر nach دويتشلاند. دير ابفلزافت، دير ده كانت كلمه قالتها دير مذكر يعني مفرد. عصير التفاح مفرد، دير مذكر، يبقى عايز فعل بالتي. نقط زي ليكا، عايز اقول طعمه لذيذ، اخد الفعل بالتي. شمكت، طعمه لذيذ. اللي بعديها فير، اوعى حد يفتكر ديت معناها نحن، تبقى عبيط. نحن فير بالاي، لكن دي فير بالاي، دي معناها من، ودي برضو بتتعامل معامله المفرد. التصريف الفعلي بعد فير ديت لو جاب على طول افعال يبقى في الغالب 90% 99% مفرد بالتي. يبقى مين اللي نقط دين ليغا؟ مين اللي نقط المدرس؟ مين اللي بيسأل المدرس؟ اتصرف مع مين؟ ما طلع بقى الاجابه احمد، طلع الاجابه احمد وامه الفصل كله، مش مشكلته بعد مين يتعامل عليه انه واحد، ده احنا حتى في العربي كده. مين اللي عاوز بيتزا؟ مين اللي عاوزين؟ بقول مين اللي عاوز. يطلع 40 واحد عاوز. مين اللي عاوز حاجه ساقعه؟ يطلع الفرح كله نفسه في حاجه ساقعه. 20,000 واحد. المهم بعد مين يتعامل على انه واحد بس. يبقى مين؟ يبقى مين اللي بيسال؟ فقط بعد مين دايما. من دي اداه استفهام فيها مفرد، تاخد الفعل بالتي. كارل وند توم دول اتنين ولدين بلدين، يبقى هم الجمع، وهم الجمع دايما تاخد ان. يبقى كارل وتوم جيهن بيذهبوا zusammen سويا zusammen ins Kino، بيذهبوا سويا للسينما. فاس نقط دايني تشتا، خلي بالك ضحك عليك، ما جابهالكش تخطى من غير الاملاوت كده، بنتك، ده قالها لك تشتا. بناتك، يا نهار ابيض، ده جابها لي جمع، وده لازم تكون انت حافظ شكل الكلمه في المفرد وشكلها في الجمع. فاس نقط دايني تشتا، بناتك. قال له ميديتسين الطب، بناتك دول جمع. ماذا يتعلمون بناتك؟ يعني من اللغه العربيه بقى يسالوا مستر محمد صلاح، هو يقول لكم بيتعلموا ايه بناتك يعني. يبقى فاس شتوديرن بالاي ان، ليه؟ عشان دي مش بنتك، اوعى تتخدع بالله عليك في الكلمه. لو تخطى بس بنتك واحده مفرد كنا خدنا بالتي، لكن ده جابها لك بالاملاوت تشطى بناتك، يبقى دي بقت بالاي ان بقى. بيتعلموا ايه بناتك؟ فاس نقط، هو دي كيلو ولا دغاي كيلو؟ 3 كيلو جمع، يبقى ما اقولش الفعل بالتي.
كوستت، لا اقولها كوستن. كم يتكلف ال3 كيلو اورانجين؟ امال لو كانوا 1 كيلو اورانجين، كيلو برتقال واحد، او اورانجين، تتنطق النطقين اورانجين او اورانجين الاثنين صح. يبقى فاس كوستن 3 كيلو اورانجين، او فاس كوستت 1 كيلو. لو 1 كيلو واحد يبقى كوستت، لكن 3 كيلو بقى وانت طالع يبقى كوستن. في نقط دي مايني موبل. بص جاب لك كلمه من سنه اولى وما جابلكش ماين، جابها لك مايني. زي فاكر كلمه تسمع حجره وحجرات؟ كلمه موبل هنا معناها قطعه موبيليا، يا اما الموبيليا كلها جمع. اهي مايني دي عرفتني ان هي جمع، كلمه جمع، والجمع ياخد ان، لكن لو مفرد كنا جبنا الفعل بالتي. يبقى هنا في جيفالين، كيف عجبتك مايني موبل، الموبيليا بتاعتي كلها. امال لو كان جابها ماين بس ونفس الكلمه هي تمشي مفرد وجمع، ما بقتش قطع الموبيليا كلها، بقت قطعه واحده. ساعتها كنت قلت فيجي فيلت اللي بالتي، كيف عجبتك قطعه الموبيليا، وجابها ماين. امال عشان جابها مايني بتاعت الجمع دي بقت كده الموبيليا كلها. فهمتوا الفكره في ايه؟ هي دي جرام واحد ولا 100 جرام؟ 100 جرام، ما دام عدى جرام 2 جرام 3 جرام 50 جرام 100 خلاص بقى الجمع. 100 جرام كيزي، 100 جرام جبنه، يبقى عايز اقول كوستن عشان جمع، بيتكلفوا مش عارف فين في ايرو. فو نقط داين كيند، اين نقط ابنك؟ ابنك مفرد، ابنك ده مفرد، يبقى عايز الفعل بالتي، يبقى فوش بيلت، اين بيلعب ابنك؟ قال له ام كلوب، في النادي. ويا رب تكونوا فهمتوا معايا كده ازاي نصرف اي فعل. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا مع بعض الجزئين بتوع المحاضرة التأسيسية الأولى. وطبعا الجزء الثاني هينزل منفصل بقى، لتانية ثانوي لوحديهم وثالثه ثانوي لوحديهم، الناس اللي هتشترك معانا على المنصة ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا شبعتوا من الدرس، فهمتوا كويس بقى، استعدوا للي جاي، اللي جاي اتقل واجمد ان شاء الله. نفصص ونحل اسئله كتير من كل الكتب، مش هنسيب حاجه، ونحل بقى من كل التقييمات والاسئله اللي كانت بتيجي في السنين اللي فاتت كلها، والاسبوعات ومش عارف ايه، التقييم الاسبوعي والواجب المنزلي والحاجات الاداءات المنزليه هنخلصها كلها مع بعض، لتانية ثانوي واولى ثانوي. ثالثه ثانوي ليكوا شغلكم انتوا طبعا، اللي هو طول السنه مش هنسيبكم في حاجه ان شاء الله، وعاملين مراجعات مكثفه بعد كده على كل وحده، شغل عالي ان شاء الله في الاشتراكات. اتشرفت بحضراتكم، كم حضراتكم هنا احمد الشامي من المنصه، بسطتها لك. بس نكست مال تشيس.